تستحق الحياة. تأتي الانقلابات لها بقادة من رحم المجهول، فتخرج الأمة لتهتف وتصفق، وتذهب الانقلابات المضادة بالمجهولين، فتخرج الأمة لتهتف وتصفق للمجهولين الجدد، وهكذا دواليك حتى تضجر البنادق وتسأم الدبابات. نحن أمة لا تستحق الحياة، لأنها تباهي بفضلها على العالم، وهي قاعدة تجحظ الصدقات على أرصفته. نحن أمة لا تستحق الحياة، لأن أمتن وأجمل الأبنية التي نراها في بلادنا، وأفضل مشروعات العمران والزراعة والري، وأدق النظم الإدارية التي نطبعها بالكوبيا عاما بعد عام، بل حتى أزياء ضباطنا وجنودنا، كلها من مخلفات الاحتلال الأجنبي البغيض الذي بذلنا الغالي والنفيس للخلاص منه، ثم استبدلناه بمومياءات لا تعرف حتى كتابة أسمائها. نحن أمة لا تستحق الحياة، لأنها تغرف من الغرب بكل سيئاته، ولا تغلط مرة واحدة بأخذ شيء مفيد منه. نحن أمة، ولكن المشكلة هنا أننا أمة بدأ الوحي لديها بكلمة اقرأ، وكأنه يلهب ظهرها بالصوت، آمرا إياها بأن تكون أمة ليست أمية حتى النخاع. إن أمة اقرأ التي لا تقرأ لا تستحق الحياة. إن أمة نسبة الأمية فيها 43% بعد عشرات الأعوام من النفط والاستقلال الوطني والقومية العربية والشرعية الثورية، هي أيضا أمة لا تستحق الحياة. نحن أمة لا تستحق الحياة لأننا أنهينا الخلافة الراشدة بالاغتيال، ووضعنا الإسلام بعدها في صندوق، ربطناه بمليون سلسلة ورميناه في بحر الظلمات، وجعلنا القرآن العظيم مجرد آيات تتلى في المآتم، بل وضعناه على منصة الشهود ليحلفوا عليه في المحاكم على أن يقولوا الحق، وهو الشيء الذي لم نعرفه قط منذ أن قتلنا الإسلام واستبدلناه بشيء لا علاقة له بالسماء ولا بالأرض. إكراما لمن؟ إكراما لعيون حكام سفلة مستبدين مستحوذين على خير الناس ورقاب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. وأخيرا اتكلم ساويرس وشكر في السيسي، وأعلن أن قرار رفع سعر البنزين هو أشجع قرار خدته حكومة مصرية اللي عرفت هتجيب الفلوس منين. شكرانية نجيب في عبد الفتاح جت فجأة بعد أسبوعين متواصلين من هجوم عائلة ساويرس على السيسي بالمدفعية الثقيلة، اللي باين على السطح إن الحكم على ناصف ساويرس بالسجن 3 سنين ونص وغرامة 7 مليون دولار جنن العيلة. فقام سميح قال إنه مش هيستثمر في البلد دي، ونجيب شد السلخ على اللي بيقولوا عليه الرئيس. والقصة وضحت لحضراتكم النهاردة بخطاب السيسي. ده الظاهر، إنما تعالوا بقى نسمي بالله كده ونجيب الحكاية من الأول. السيسي وصل للحكم، فأول حاجة عملها راضى ضباط الشرطة وعلى مرتباتهم للمرة الثالثة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، لأنهم كانوا مولعين وعايزين يتساووا بضباط الجيش اللي بيتظبطوا بقالهم 3 سنين. ما علينا، المهم الرجالة تتراضى، ما دول هم الكرباج اللي هيسوقوا بيه البهايم اللي هم احنا طبعا. المهم ان التظبيط ده لكرباج السيسي كان والبلد مفلسة، واعتقد ان الراجل قالها بوضوح النهاردة، ولا ما سمعتوهاش؟ ولما السيسي حب يعمل راجل على الحيتان الكبار، شفتوا عملوا فيه ايه في الانتخابات الرئاسية؟ فرجع زغر بعينه وقال لهم في اول خطاب انه مش مديون لحد. فبدأت حرب تكسير العظام، وعمل السيسي تمثيلية التبرع بنص مرتبه وممتلكاته عشان يدفعهم. عايز الحق؟ لا، انا عايز اقعد على الكرسي شويتين. قالوا برضو مش دافعين. سيبكم من العناوين. قام عبد الفتاح مهدد ساويرس بالضرايب اللي عليه،
ال7 مليار اللي ما دفعش منهم الا قسط واحد، وامتنع عن الدفع بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. فطلع قضية نصف، يمكن قال ساويرس يرتجعوا. أبدا، المشكلة مش في ساويرس، المشكلة إن نجيب متزعم حزب رجال الأعمال وواقف على نغمة واحدة: ما احناش دافعين، ما احناش دافعين. ده احنا اللي جبناك يا أبو عقل تخين. ياه، نسيتوني مصر المفلسة في الزحمة. مصر ايه دي؟ الخناقة كبيرة. تعمل ايه يا عبد الفتاح؟ تعمل ايه يا عبد الفتاح؟ طب اطلع لخادم الحرمين الطيارة وراضيه كده. يا نهار ابيض، ده خادم الحرمين بيكلمنا على العراق. طب جلالتك مؤتمر المانحين. طب بالنسبة للبنزين، ايه نسيت اقول لك؟ البنزين اللي برسله لك كل شهر ب900 مليون من ساعة الانقلاب، بح مش هنبعت تاني. ماني قادر اديك، مفيش. ده كلام المصري اليوم. ها، ما فضلش الا الشعب العادي لازم يشيل، ما عنديش خيار ولا فقوس، كله لازم يشيل نصيبه من هم مصر. طب انتوا مش هتشيلوا معانا يا باشوات؟ نشيل ايه؟ احنا اللي في القصر، احنا مصر. طيب حضرتك خلينا ندخل على اقتصاد الجيش وندخله في الميزانية، يمكن الميزانية تتعدل. يا عم مستحيل، انت حمار يا حمار. طب فخامتك نفك الصناديق الخاصة اللي فيه الملايين بالزوفة واللي مسيطر عليها الجنرالات كاكي وابيض. انت اتهبلت؟ دول ياكلوني. ده الزند قال بالفم المليان، ومجلس الدولة قال لي بصريح العبارة: اتلم يا تعبان. طب سيادتك نشيل مستشارين الحكومة اللي بينهبوا قد كده وما بيعملوش أي حاجة. يعملوا حاجة؟ أنت عايزهم يعملوا حاجة في الدواوين؟ مش كفاية إن هم ساكتين؟ طب يا فندم نرجع الأراضي اللي استولى عليها بتوع القضاء والوزراء والضباط، جيش وشرطة، ونبيعها تاني بحق ربنا. دي بمليارات يا فندم. لا 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 لا، عند أمك يا أدهم. طب حضرتك فلوس اللي اتنهبت من البلد، فلوس مبارك وعز وغيره وغيره وغيره، انسى انسى. هم الغلابة دعمناهم لما استوينا. وبعدين لازم اراضي صندوق النقد والبنك الدولي وما زعلش الحيتان الجمال. ساويرس وصحبة رجال الأعمال هم الغلابة دول، اتعودوا وتنهشهم الديابة. هيقعدوا شوية ينوحوا على الربابة، بس هم في الآخر أنا عارفهم طيبين طيابة. يا أهل مصر المحمية بالحرمية، الفول كتير والطعمية، والبر عمار والعيشة معدن، والأشياء آخر أشياء مدام جنابه والحاشية بكروش وعمار. طب والغلبان؟ الغلبان ملوش مكان أصلا، ده مش إنسان ومفيش وراه غير الأحزان. وكفاية أسيادنا البعدة عايشين سعدة بفضل ناس تملى المعدة وتقول أشعار تمجد وتماين حتى الخاين. وإن شاء الله يخربها مداين عبد الجبار، إن شاء الله يخربها مداين عبد الجبار. الله غالب. أشوفكم بعد الفاصل. يا خسارة، مش هو ده اللي أنا كنت بحلم بيه وتمنيته. أنا دلوقتي بس حاسس إن دمي راح هدر. انتوا راضيين عن نفسكم؟ راضيين كده؟ خسارة بجد، ألف خسارة. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي. مرة تانية أهلا بحضراتكم في سهرتنا المفتوحة على الهواء مباشرة كل ليلة من أيام هذا الشهر الفضيل. بحييكم أنا وزميلي العزيز هيثم أبو خليل. هيثم أهلا وسهلا بيك. أهلا معتز، أهلا بيك. مبدئيا بنعتذر لحضراتكم وبشدة على التشويش اللي حاصل على القناة واللي زايد بشكل كبير من امبارح. جاي لي رسائل كتير، وامبارح القناة مجلس الإدارة أصدر بيان رسمي
وجاري العمل حقيقة قانونيا وهندسيا لتجاوز هذا التشويش، فاعذرونا. تشويش قادم من مصر زي ما قال البيان الرسمي، وحددنا مكانه وحددنا النسبة اللي طالع بها التشويش، والأمر الشركة بتاعت الأمر الصناعي حددت لنا مواصفات الحكاية وبشدة. بنعتذر بشدة، ولكن عادي يعني هم بيشوشوا على البلد كلها، ده مش جديد. بنعتذر لحضراتكم تاني وبشدة عن هذا التشويش. كان في موضوع قلته مع حضراتكم في آخر مرة خد ردود أفعال كبيرة قوي، فحبيت أبروزه وحطه في نصابه الصحيح عشان الناس اللي عندها بعض اللبس. أكيد طبعا اللبس والخطأ من عندي أنا اللي ما قدرتش أوصل لكم المعلومة كاملة. لما تحدثنا عن في آخر الحلقة لما كنت أنا والأستاذ محمد القدوسي، وتحدثنا عن حكاية مهمة جدا بخصوص الترتيبات ما بعد السيسي، وقلت لكم إن في قيادة كبيرة من دولة من الدول الداعمة للانقلاب من اللحظة الأولى، واحدة من القيادات، 4 قيادات كبرى مش موافقة إطلاقا على المشهد، وأجرت اتصالات بأطراف مهمين على المشهد المصري ومش من الإخوان لبحث ما بعد السيسي. في من ملاحظتي ردود الافعال اللي شغاله في المواقع لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، عايز اقول لكم 4 ملحوظات. لما تكلمت عن ان هذه القيادات تتحدث عن موت اكلينيكي للسيسي، فقصدنا الموت الاكلينيكي ده موت سياسي، ميت اكلينيكيا سياسيا، عشان في بعض الناس الطيبين والمحترمين من اهل بلدنا خدوها على انه موت اكلينيكي. لا، اكلينيكيا هو ميت سياسيا. وضحت؟ دي مهمة، دي أول نقطة، إن الموت هنا المقصود بموت سياسي. دي واحد. ثانيا، الشخصية اللي بنتكلم عليها عشان الحكاية تاهت وراحت وجت، بنتكلم على شخصية نمرة 2. شخصية نمرة 2 في واحدة من الدول، بل من أكبر الدول الداعمة للانقلاب. هي شخصية رافضة منذ اللحظة الأولى للمسار اللي اتخذته القيادة اللي هي أعلى منه في بلده في التعامل مع الأحداث في مصر. رفضة ده تماما، وقالت إن إحنا نصحنا بده ورفضنا ده من اللحظة الأولى، ولكن ما كناش قادرين ناخد أي تصرف. وإن هذه الشخصية اتصلت بشخصيات مصرية على أعلى مستوى سياسي لتتحدث معها عن ترتيبات ما بعد السيسي، لأن هم شايفين من تحليلهم السياسي إن السيسي ميت إكلينيكيا. دي تاني نقطة عشان الموضوع يكون واضح. 3 تساؤلات، أكتر تساؤلات جت، وقالت مين مصدرك؟ مين مصدرك؟ مبدئيا أولا هنحط القاعدة الأساسية اللي بتحكم العمل المهني الصحفي، وهو أن الصحفي لا يسأل عن المصدر، ده عنوان رئيسي. ولكن تعالى على هذا الموضوع، حضرتك اللي تقدر تقيم ده تشوف تاريخ الرجل أو الناس اللي بتحكي لك الحكاية دي، وتشوف تاريخهم معاك، وتراجع الحاجات اللي قالوا لك عليها من أول ما اشتغلوا في الإعلام. إذا كان يوم نصبوا عليك أو قالوا لك فرقيعة أو كده، ليك حق إنك ما صدقش. إذا كان الناس دي وزنت الحاجات، رجعت كده مثلا اليوتيوب مع نفسك ولقيت كل الحاجات اللي انفردوا بيها قبل كده كلها، الحمد لله مش معظمها، الحمد لله نعمة وفضل من ربك، كانت صحيحة ولا لأ، تقدر تقيم المعلومة. ثالثا، وده الأهم بقى، إنك ما تربطنيش بأي شخصية أخرى، بأي حد ادى وعود قبل كده. احنا مش محسوبين على حد إلا على نفسينا. نحن مسؤولون تماما عن الكلام الذي يصدر منا. اي كلام صدر قبل كده وحضرتك سمعته بقى من ناس معارضه للانقلاب، قال لك الانقلاب يخلص خلال اسبوع، اصل ده فلان مات، اصل ده حيا، الناس اللي قالت دي ليها كل الاحترام، ولكن احنا مش مسؤولين عن كلامها، المفروض ما نتحاسبش عليها، ولا ايه يا هيثم؟ يعني كل واحد مسؤول عن كلامه. دي مسؤوليتنا تتوقف عن الكلام اللي احنا بننطقه. رابع حاجه في هذه النقطه وهي الاهم، ان احنا كمان ما حددناش السقف الزمني. السقف الزمني اللي بيحدد لك سقف الزمني في السياسه ده يبقى راجل، انا اسف، لا يفهم يعني ايه سياسه. السياسه ليس بها سقف زمني، ونحن لم نحدد سقف زمني. اخر النقط عشان نقفل، كانت التساؤلات بتقول ان ده جاي للتهبيط والتثبيط الهمم. بكل بساطة أي حاجة بنقولها وأي حاجة أي حد تاني بيفكر فيها، كلها من حاجات القدر بيسخرها أو المولى عز وجل بيسخرها لينا، ولكن في النهاية محدش هينتزع الحق غير أصحاب الحق. أنت اللي هتاخد حقك بإيديك. شباب هذه البلد هم من سوف يرجعون بإذن الله عز وجل هذه البلد. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ملناش دعوة بقى، ما احنا مش هنركن نستنى أصل إكس بيعمل لمصلحتنا وأصل ده يشلنا. ما حك جلدك مثل ظفرك.
والحق لا ينتزع الا باليد. ليها كلامي ده محتاج اي تظبيط تاني؟ لا يعني ساعات بس يا معتز ان في ناس بتعتقد ان اي حاجه او اي طرح بيتم بيكون الغرض منه يعني غرض سيء النيه. حتى لو قلنا ان مثلا ان السيسي جاي يقضي دور لفتره معينه، وفي الاخر هو السياسه مع الناس الكبيره كده لما يتحرق ويؤدي دوره ويتم احتراقه شعبيا ودوليا سيتم مثل ما فعل مع الاخرين اللي هم شفناهم من اعلاميين وشفناهم من سياسيين. سياسه مناديل ورق التواليت بيتاخد يترمى في الزباله. هو نفس القصه لما نطرح هذا الطرح، طرح مقبول ومعقول. وشفنا حتى امريكا في تعاملها مع مبارك في ثوره 25 يناير بدات الاول ازاي بتتكلم عليه وحريصه عليه، وفي الاخر هي بتبيعه ومثله اي واحد مستبد او دكتاتور. صحيح. اذا بس عشان نختم هذا الكلام، المعلومه من وجهه نظرنا المتواضعه صحيحه 1000%، ومصادرنا صحيحه 1,000,000%، ونحن على يقين من هذا، والايام بيننا باذن الله، والله غالب. نرجع بقى لخطاب السيسي. النهارده السيسي خطب خطاب مهم جدا للامه في ذكر العاشر من رمضان، ربنا يقوي ايمانه، في ذكرى نصر العاشر من رمضان. شفت الخطاب؟ شفت الخطاب، ويعني انا طبعا من يعني المشهد يعني غلب عليه حاجه طريفه قوي. يعني احنا بنتكلم النهارده على ذكرى العاشر من رمضان، هو ذكرى انتصار اكتوبر، وهو الذكرى اللي انتصرت فيه الدوله المصريه، يعني انتصار معتبر على الكيان الصهيوني. انا عايز اعرف فين الدوله المصريه او فين الكيان الصهيوني في خطاب السيسي اليوم. واهلنا النهارده في غزه الناس بتموت، والمفروض النهارده يعني يذكرهم ان احنا في حاله انتصار، ويذكرهم ان احنا دوله. يعني اين لماذا غاب هذا الكلام عن خطاب السيسي اليوم؟ يعني ما جابش سيره هو المفروض ان الذكرى دي في حربنا مع اسرائيل تقريبا. انت ما سمعتش اسرائيل النهارده خالص؟ لا يعني انا ما، وحتى لم يذكر يعني حته النهارده في ناس بتموت، وفي امبارح 6 ميتين، وفي افراد وناس بتتقصف ليل نهار في جنبنا في غزه من الكيان الصهيوني اللي كان بيننا حرب. غزه دي عدو. انت مش عارف الاجنده الجديده ولا ايه يا هيثم؟ طب ماشي حماس، ماشي يا استاذ معتز، يعني حماس ماشي ارهابيه وكلام المهلبيه ده، لكن الشعب بتاع غزه ده، وفي شعب، في حد في الدنيا يقول لي في شعب ارهابي؟ هكذا استطاع الاعلام الفاجر ان يرسخ الفكره في اذهان البسطاء، الا من رحم ربك. ان الحكايه ببساطه ان دول اعداء، وان دول اشد خطرا على مصر من اسرائيل والعياذ بالله. دول خطرهم بشع جدا جدا جدا. اذا كنت انت بقى عارف حاجه زي كده دي مشكلتك الشخصيه، انما الاعلام وصل للناس الحكايه كده. لا بس هو يعني ايه، يعني المقوله الجميله تكلم حتى اراك. كل ما يتكلم السيسي يا معتز صحيح، كل ما الناس تبتدي تعرف وتفهم. وشفنا النهارده برك الفزاعات الجميله هنا، شوف العصفوره. دخلنا بقى في موضوع الدين تاني اللي هو اصلا بيستخدمه السيسي. دخلنا في موضوع الارهاب. ما هو مش قادر يقول لهم انا فاشل، مش قادر يقول لهم النهارده انا اختاريت الحل السهل اللي يختاره. زي بالظبط معتز اي مدير، يعني اسف الكلمه، مدير فاشل اول ما يخش اي مؤسسه ما يعرفش حاجه فيها يتكلم عن النظافه. ايه ده، انت ما بتمسحش ان هي كل نظافه الناس كلها تعرفها. نفس القصه الرئيس الفاشل هو اللي اول حاجه ما يعملها يغلي الاسعار. ده عناوين الفشل كتير هنتكلم عليها، ولكن نقدر نقول النهارده ان عنوان خطاب السيسي في العاشر من رمضان حطينا له عنوان مهم جدا. انا عارف انكم واخدين على خاطركم مني، وطبعا يعني كان خطاب شاعري لاقصى درجه، وده كمان بينحت جمل جديده في مخاطبه الرئيس لاهل دولته. يا سلام على الحنيه، ويا سلام على الرجل اللي معمول من البلد وطالع من طينها. عموما قال ان عدم اتخاذه النهارده القرارات الاقتصاديه الاخيره برفع اسعار الوقود يعني انه شخص لا يخشى الله. مش فاهم الجمله حقيقه، مش فاهم الجمله دي. مش عارف الغلط عند الاعداد ولا عند السيسي نفسه. لا يعني هو بيتكلم ان هو خدها. الناس يعني ممكن الناس تفهم ان هو خدها عشان شخص لا يخشى الله. لكن هو طبعا شيخ بيخشى الله. طبعا هو اكد لنا في اكثر من مناسبه لا فض فوه انه شخص يخاف الله عز وجل. مش مهم ايه معايير الخوف من الله. معاييره النهارده في الخوف من الله مختلفه تماما عن المعايير الطبيعيه اللي ربنا حطها في الكون للناس اللي بتخشى الله. بيبقى ايه مواصفاتهم؟ هو مواصفاته مختلفه، ولكنه يخشى الله برضه. لازم تقتنع انه بيخشى الله.
قال النهارده كمان ان الحكومات السابقه كانت خايفه تاخد قرارات اقتصاديه صعبه. الجمله دي مغششها له ساويرس او خدها من خطاب ساويرس ليه. بس انا لو خفت انا كمان يبقى انا مش مصري ومش بخاف ربنا. انا مش عارف يعني سبحان الله حاشر المولى عز وجل في كل حاجه ليه. واشار ان مصر بحاجه الى اقتراض 250 مليار جنيه عقب اتخاذ القرارات الاقتصاديه الاخيره. واضاف ان الدين بات يستخدم في تدمير الدول، مطالبا بضروره توخي الحذر من هذه السياسات. واكد طبعا كعادته دائما في فصيل ما يعرفش ربنا وعاوز يهد الدوله المصريه، وشايف ان دي حرب مقدسه ومش عاوز حد ينسى الامر ده. خدوا بالكم ما تنسوش اي حاجه لازم تعدوها لي، عشان في ناس هنا ما تخافش ربنا عايزه تهد البلد. خطابه طبعا للغرب وللبتاع نفس صوره كربونيه. مبارك الصغير يا اخواتي، مبارك الصغير نفس الفزاعه. بيتكلم على الدين كوسيله لتدمير الشعوب، وهو اول من يستخدم الدين، واول ما بيتكلم ان هو مع اي حد ما يعملش يعني بيعمل حاجه ما ترضيش ربنا هو معاها. فهو يعني الخطاب العاطفي ده يعني مش هينطلي على الشعب المصري. لا بس هو عايز ينطلق. هو ما بيخاطبش يعني في اجزاء منها زي الجزء ده تحديدا يا هيثم. واضح ان هو حضراتكم مش بيخاطب الشعب المصري، هو بيخاطب الغرب. ده جزء اساسي في الحكايه. بيخوفوا بالفزاعه اللي قعد بيها مبارك 30 سنه. بس بعينك والله بعينك. بيقول نعيد الجمله تاني. في فصيل ما يعرفش ربنا وعايز يهد الدوله المصريه، وشايف ان دي حرب مقدسه ومش عاوز حد ينسى الامر ده. وناخد بالنا ان الدين يستخدم كأداة لتدمير الدول. ما شاء الله عليك. اذا نفس الفزاعة ونفس الحكاية. تعالوا بقى ناخد اجزاء من هذا الخطاب النهاردة. اول حاجة تعالوا نشوف جزء من الخطاب بتاع السيسي وربطه الحرب اكتوبر باللي بيحصل دلوقتي. نخلي بالنا منهم في ظروفنا اللي احنا فيها دلوقتي. القرار وصمود الشعب. عبقرية القرار اللي اتاخد بشن الحرب سنة 73 ان كان في ظروف في منتهى الصعوبة. كان لسه الجيش المصري ومصر بمشروعها كله بالمستقبل اللي كانت بتتمناه مصر لنفسها في الوقت ده كان تلقى ضربة كبيرة جدا. حقيقة بستعجب جدا يا هيثم لمحاولة الربط بين حرب اكتوبر وصمود الشعب، وده شيء محترم لينا كلنا كدولة، ربطه بقرار رفع الدعم دلوقتي. ده عبور جديد. يعني انا عايز افهم ده عبور جديد. هو صاحب الضربة يعني مبارك صاحب الضربة الجوية، هو النهارده صاحب الضربة دي. ده قرار عبقري ما حصلش النهارده ان هو يغلي البنزين اللي بتاع الاغنياء بتاع BMW ومرسيدس 7%، في حين السولار والحاجه بتمس واللي بقى هتمس بقى ماكينه الري في الغيط، وهتمس الناس الفقراء، وهتمس الخضار، وهتمس كل حاجه، يغليها 70%. ده قرار عبقري. مين يقدر يتكلم؟ الغاز 175% لو نسيت. والغاز يعني الناس حتى دفعت النهارده واستدانت من سواقين التاكس والميكروباص عشان يركبوا منظومه الغاز في العربيه بتاعتهم. وفي ناس منهم بيسدد اقساطها لحد دلوقتي. هيعمل ايه؟ ده هو النهارده ارتفاع مهول. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه بسيطه ما تخلوش حد يضحك عليكم. كان السادات الله يرحمه كان بيستمد شرعيته من حرب اكتوبر، وده حقه. قعد تايه ويحارب في القوى اللي ضده في البلد، وبعدين حصلت مايو وعمل ثوره تصحيح، والناس طلعت قصاده لحد ما عمل انجاز ربنا يكرمه ويرحمه حرب اكتوبر، هو وقاده قواتنا الرجاله في هذا التوقيت، وربنا كرمه واستمد شرعيته منه. جه مبارك بما انه هو كان قائد الضربة الجوية، حاول طيلة يعيش ال30 سنة على انه بيستمد جزء كبير من شرعيته من حرب اكتوبر، عافية نصبانية برضا، المهم هو مشاها كده. انت بقى ايه دخلك بحرب اكتوبر؟ انت ايه شرعيتك هتستمدها منين؟ انت بعيد تماما عن ده. انت شرعيتك مربوطة بشيء وحيد زي ما انت اكدت، خلينا واضحين، انك بتحارب الارهاب. والناس اللي خايفين ما بيخافوش من ربنا وما بيرعوش ربنا في البلد دي، ده اللي انت بتحارب بيه، وده اساس اللي موجود. وانت بلا يعني بيان انتخابي ولا خطة انتخابية ولا اي حاجة، وبتهددنا كل شوية وبتقول مش كده. انت ده حاجتك الوحيدة،
انت بكل بساطه زي ما قلت في مقدمه قبل كده، انت الذكر الذي كانت تبحث عنه البلاد. ماشي، انت خليك في الدور ده، ما تلعبش بغيره، انت مالكش في اي حاجه. انا مش عارف رابط نفسه بغير ده ليه. يعني برضك يا استاذ معتز، العالم كله حتى هذه اللحظه وبعد حرب العراق وبعد كل اللي حصل في العالم واحداث سبتمبر لم يتوصل حتى هذه اللحظه لتعريف الارهاب. حتى هذه اللحظه لم يتوصل لتعريف الارهاب. لا، ده العالم تراجع عن كله، رجع على حربه اللي في العراق، اكتشف ان هو غلط واعترف كل الناس انها غلط، وفي افغانستان اعترفت انه غلط. هو النهارده كله اعترف انه غلط. هو النهارده حتى لو شفنا الاحكام، يعني بنتكلم مثلا عن احكام من يوم السيسي جه النهارده صدرت احصائيه، بنتكلم في ارقام كبيره جدا. طب بلاش كده، خلال السنه اللي فاتت دي كلها يا استاذ معتز، هو النهارده الاعمال الارهابيه الحقيقيه اللي تمت في مصر، سواء بقى يعني تفجير مثلا مديريه امن الدقهليه، الاحداث في سينا، شايفين الاحكام بتطلع بسرعه قوي على واحد متظاهر، على قطع طريق ملاوي ناخد اعدامات هنا، على مش عارف اقتحام اسم، على على احداث كرداسه. هل النهارده القضاء المصري بما يعني عليه من كلام وعلامات استفهام و هل هو النهارده طلع لنا قضيه من قضايا اللي هو بيدعي عليها انها ارهاب، وقال لنا الموضوع تم بهذه الطريقه واحنا من دين الارهاب و حتى لما جم عملوا جماعه الاخوان المسلمين محكمه امور مستعجله، طلعت الموضوع ليس بتهمه محدده او يعني نتيجه حكم قضائي نافذ. الكلام كل الموضوع استهلاك، كل الموضوع كلام. عارفين، انا بس عايز اقول ايه، ان نحدد المربع اللي انت بتستمد شرعيتك منه، ما تحاولش تلزق في حاجه تانية. شرعيتك مستمده من موضوع، واحنا وانت والزمن ان شاء الله باذن الله ليس بطويل الحكايه تبان ان شاء الله على الارض. انما دي قصه، مش دي القصه الاساسيه، مالكش دعوه. دي اول جزء حابين نوصله بحرب اكتوبر، ولا تستمد شرعيتك من حرب اكتوبر خالص. تعالوا نشوف الفيديو الثاني. اسمعوني كويس، وبقول لكم مره تانية اسمعوني كويس قوي، وشوفوا احنا كنا رايحين فين. انا لما بتكلم ببساطه عن الدعم وعن الموازنه، ببقى الهدف منه ان انتوا تبقوا شركاء معايا. يعني المواطن البسيط اللي موجود بيبيع حتى على الرصيف حاجه يبقى معايا، سواء الميكروباص وسواء العربيه النقل يبقى معايا. اوعى يتصور ان هو ما يكونش له دور، وان الدور ده الدوله وهو بمعزل عنها. لا، احنا مع بعض، احنا مع بعض، لان الخطر علينا كلنا. ارجع تاني وبتكلم دلوقتي وانا بكلمكم كده عن القرار. القرار يقول ان ما يتاخدش دلوقتي. القرار يقول الناس بتحبك، خليها تفضل تحبك. القرار يقول حافظ على شعبيتك. القرار يقول انك انت مالكش ظهير، مالكش حزب، لكن انا ليا قبل كل شيء ربنا وحده، وكمان ليا انتم يا مصريين. اذا كنت انا بعمل عشان خاطركم صحيح، انتم عارفين كويس وتقدروا تفرقوا كويس اذا كان ده بيتعمل عشانكم، عشان بلدنا، عشان الحاضر والمستقبل بتاعنا، ولا بيتعمل لاي اسباب اخرى. فكان بالنسبه للتوقيت لا، مش دلوقتي، في ظروف تانية. لكن الخطر كبير قوي، ما كانش ينفع ابدا اذا احط الحسابات بتاعت الشعبيه والمكانه وان مفيش حد ورا مني وما اخدش. امال انتم استدعيتوني ليه؟ هيفضل يذل اهاليكم واهالينا باستدعيتوني ليه؟ يعني بصوا، هتفضلوا طول الوقت تدفعوا ثمن جمله استدعيتوني ليه؟ انت مش ناديتني؟ اخرس خالص. هو مين ده اصلا؟ تفتحش بقك. لا معلش، انا بمشي مع الكذبه يعني، فاهمني؟ قبل ما نفندها انا بتكلم، انا بعتبر ان اللي بيتقال صحيح. ده في نكت هنا، في نكت جاي لك ملوش ظهير. اديني بس حتتي دي. طب الدبابات اللي في الشارع دي ايه؟ استدعيتوني ليه؟ استدعيناك ليه؟ استدعيتوني. ما حدش يفتح بقه، مش عايز بني ادم يفتح بقه، مش عايز اقول لفظ تاني. ما فيش حد منكم يفتح بقه، انتوا استدعيتوني، تستحملوا بقى في الكلام. حد ساله لما كان قبل ما يبقى رئيس في الاسبوعين اللي بتاع المؤتمرات الانتخابيه، فين برنامجك؟ قال لك وانتوا قلتوا لي ان في برنامج؟ انتوا قلتوا لي تعالى، جايين دلوقتي تطلبوا برنامج؟ مفيش برنامج. واضح، والراجل كان واضح وما كانش فيه برنامج. النهارده القرارات ايه ده؟ انتوا استدعيتوني ليه؟ استدعيتوني ليه؟ ما حدش لا تلومن الا نفسك. مش انت استدعيتني؟
تعالى بقى اصلا مين اللي استدعاه؟ لا هو الحاجه الطريفه ان هو يعني عايش دور معتز، دور صراحه يعني دور خزعبلي، هذا اللفظ يعني لازم استخدمه. قاعد يقول القرار، هو متخيل ان ذبح الفقراء في مصر بهذا الغباء وهذا الفشل، وقاعد يقول القرار. زي ما حضرتك في المقدمه قلت، ما احنا عندنا النهارده في صناديق خاصه، وعندنا في 100 سكه و100 حل ان اوفر هذه المليارات البسيطه اللي اوجعت وهتكسر ظهر المصريين. ده حضرتك حتى على المستوى يعني احنا مصر عندها 187 سفاره او 100 حاجه و80، رقم ممكن يكون مش محدد معايا بالظبط، 183 او 187 سفاره، في حين امريكا اللي هي الدوله العظمى في العالم عندها 80 او 87 سفاره فقط في العالم. كان ممكن تقلص هنا، ممكن المستشارين، الصناديق الخاصه، عندك حاجات. طب بلاش كل ده يا معتز. دوله العسكر الشقيقه هل هيحسوا بينا والدعم عندهم اتشال برضك؟ هل النهارده الاسعار اللي بياخدوا بيها المواد الغذائيه هيدوهم 15 جنيه زينا؟ يعني نفس الكلام هو اللي بيقوله لك هيثم. يعني الحكايه ببساطه ان النهارده انا ممكن اتقبل قراراتك لما انت بتتكلم اصل مصلحه مصر وهكذا، لما الاقيك في الاول استنفذت امتى توصل للغلبان بعد ما تكون خلصت كل الحاجات اللي تقدر تجيب منها فلوس من اللي مش غلبان، من اللي سف البلد ونهبها وكل فلوسها وكل خيرها. النهارده ما اتكلمتش، كان اول حاجه قرار لما انت بتتكلم على التوقيتات ما اتكلمتش ليه على الصناديق الخاصه؟ لا، الصناديق الخاصه زي ما قلت لكم في المقدمه دي مرتبطه بحيتان موجودين، لو اتاخدت هيتقمصوا، دول مظبطين حياتهم، كل واحد بيطلع له ملايين في السنه من الصناديق الخاصه. طب حضرتك ليه قبل ما تعمل القرارات دي، ليه الفئتين الوحيدتين اللي حضرتك زودتهم في الدوله هم ضباط الجيش وضباط الشرطه؟ على عيني لو زودت الكل، انما انت ضباط الجيش والشرطه بيزيدوا من اول ثوره يناير. من اول ثوره يناير اكتر ناس بتستفيد من ساعتها من ثوره يناير، عشان النهارده لما تيجي ما تكونش القرارات هزه ليه، انما الباقي البلد تتحرق. طيب تعالى فين حضرتك؟ مات خلاص موضوع فلوس احمد عز ومبارك واخرين المليارات، وحسين سالم وغيره 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 اللي بره. فين الاجراءات عشان ترجيع الفلوس اللي بره دي؟ مفيش فلوس من بره. طب الاراضي اللي بقى بيها الناس، ده ملياردير وده ملياردير وده ملياردير، اللي اتاخدت بدون وجه حق، ما خدتش ليه قرارات في الاول انك هترجعها ازاي وهتعملها ازاي، والاراضي دي هتقدر تتباع تاني للناس بشكل منصف وعادل وحقاني. ساعتها لما تاخد هذه القرارات وغيرها من القرارات الحقيقيه والمخلصه والامينه وتيجي توصل للغلبان، محدش يقدر يفتح بقه، كل الناس هتستحمل. انما في النهايه اللي مطلوب يغوص في الطين ويزداد حياته بلا فوق بلا هو الغلبان بس، وفي الاخر تقول مصر بريئه منكم، والله مصر بريئه منكم. يعني معتز عايز اضيف حاجه في التجربه الماليزيه والتجربه التركيه، يعني تحديدا لما سالوا مهاتير وسالوا اردوغان كانت الاجابه واحده. ازاي انتوا النهارده كان اوضاعهم حضرتك يعني اسوأ من مصر بكتير جدا. قالوا اول حاجه قفلنا حنفيه الفساد. هو كان عنده حلول تانية كتير جدا، يعني حضرتك عندنا مليارات زي ما حضرتك قلت بره، عندنا العالم لغايه دلوقتي متظبط لها قرارات مخصوص بتنهب وتسرق في البلد. عندنا كم اراضي، حتى واعيد وازيد مره اخرى دوله العسكر الشقيقه عندهم يعني ملايين الامتار المربعه في مطروح وفي بعض المحافظات اسماعيليه وغيرها من المحافظات، حاطين ايدهم عليها، مش وحدات عسكريه ولا حاجه، يقول لك دي ايه تحت القوات المسلحه. ما النهارده الحاجات دي كانت ترجع للدوله. النهارده المشاريع الاقتصاديه بتاعتكم ديت، طب انتوا هتساعدوا ايه في مصر؟ ما تضموها للاقتصاد المصري. قول النهارده انا هساعد ان القوات المسلحه تدفع ضرائب زي الشركات المدنيه اللي هي المشاريع الاقتصاديه بتاعتها، انا هدفع جمارك، حسسها اللي كنتوا هتشاركوا معانا. يعني لو في ميزه النهارده الانقلاب 30 يونيو هي ان هي فوقت الشعب المصري ان فعلا العالم دي مصه وشفطه خير البلد في بطنها، والاكثر يعني ظلما وافتراء على هذا الشعب ان هم جايين كمان يقسوا على الشعب، ويقول لك الشعب مش لاقي حد يطبطب عليه. ده انت ضربت الشعب بمرزبه مش طبطبت عليه. بدون ادعاء اي يعني بطوله او حاجه لهذه القناه ولا المجلس ادارتها ولا الناس اللي شغالين فيها من اكبر لاصغر واحد، ولكن كمان التشويش اللي حضراتكم قاعدين بتشتكوا منه، انا في قمه الخجل منكم والله، بس انا مش عارف ان انا في ايديا ايه اقدمه لكم دلوقتي، واللي بنعتذر ليكم مره ومليون مره على هذا التشويش. ده كمان دليل على الحق فين والباطل فين. ده بكل تواضع يخلي الناس تصحى وتفوق. اذا كان هذا الكلام ليس منطقيا واذا كان ليس حقيقيا هتبالي بيه، هتهتم بيه ليه؟ ما هتسيب شويه العيال دي تتكلم وخلاص، حد هيسمعهم قاعدين يخطرفوا.
انما كل هذا التشويش يؤكد ان صوت الحقيقه مؤلم، مؤلم وبشده وموجع، رغم ان عندك عشرات المنصات التي تروج بها للاكاذيب كل ليله في اي مكان، ولسه مجتمع بيهم امبارح، ومش عاجبك النهارده في الخطاب، انك مش عاجبك مستوى الاداء، عايز الاداء التعريضي يبقى اكبر من كده بمراحل، مش عاجبك المستوى ده كمان النهارده. ده كان في الخطاب حضراتكم للي تابع الخطاب، يا ريت تحاولوا تجيبوا لنا الجزء ده عشان الجزء مهم جدا. مش عاجبك الاداء الاعلامي، يعملوا ايه الناس؟ ده الناس قلعه، الناس قلعه لك مالت، يعملوا ايه تاني؟ انت عايزهم يعملوا ايه في نفسهم؟ ده زمان مقدمه توك شو يعني بصراحه هيعمل ايه في نفسه؟ مش عارفين يحلوها، يعني يعمل لك ايه تاني؟ يعني خلاص ادلك ضحى بامه وعياله عشانك، يعمل لك ايه تاني؟ مطالب بايه؟ وعلى ذكر هذه المنصات التحريضيه، عايز اقول لكم نقطه في غايه الاهميه برضو تاخدوا بالكم منها. خدوا بالكم بقى، اكس وواي وزد، حاجات زي النهار والسي بي سي وكده بتعاني من ازمات ماليه طاحنه دلوقتي، طاحنه. ليه بقى بتعاني من ازمات ماليه طاحنه؟ اقول لكم بقى، العبد الفقير الى الله يقول لحضراتكم، وعايز راجل يكذب هذا الكلام. الناس طبعا ما بتقبضش بقى لها شهور وقصه، انتوا شايفين مناظر. الحكايه ايه؟ هذه المنصات الاعلاميه صنعت بعد ثوره 25 يناير صنعا بفلوس انابيب عامله كده خليجيه دست لهذه القنوات. ليه؟ عشان ما يسيبوش الناس اللي بتتكلم عن الثوره لوحديها، يحاولوا يعملوا موازنه، ومع الوقت الصوت بتاع الباطل ده يعلى عن صوت الحق. فكانت مفتوح لها حاجات بلا حساب. اي عقل، عايز اقول لك، برامج بتتعمل بمئات الملايين، وقنوات بتخسر، وبجد بتخسر. الناس دي ما بتكذبش لما بتقول لكم احنا بنخسر، ولكن هي مش فلوسه. محدش كده بفلوسه. محدش يقول ان في مقاول عاش حياته طول حياته مقاول طول حياته مقاول 25 سنه مقاول، وفجاه ربنا الهمه، شاف رؤيه وجاله رؤيه قال له روح يا بيكو العب في الاعلام. مش يجي بقى يلعب في الاعلام ياخد مربع صغير، لا، ده راح عمل ايه بقى حضراتكم؟ اشترى اكبر مجموعه قنوات موجوده اللي هي مودرن، وانشا السي بي سي، وقام منشئ جريده الوطن. كل دول الثلاثه دول كده يعدوا 3/4 مليار. انا مش بتكلم، انا بتكلم على واحد كنت في المنظومه وشايف الحكايه. 3/4 مليار. وراح مشارك في وكاله الاخبار العربيه، وراح شير في اليوم السابع. شفط الاعلام، فجاه تحولت من مقاول لرجل اعلام بفلوس مين؟ النهارده القنوات دي بتعاني، وقريبا جدا مش هتشوف القنوات دي هيحصل تبديلات. ليه؟ لان اللي هيصمد بتاع المخابرات اللي هو زي التحرير ده اللي يصمد النهارده، ده اللي هيصمد النهارده، لان ايه؟ سورسه مش هيتقفل. انما اللي قلت لكم عليهم دول وضعهم صعب جدا، لان السورس بتاعهم جاي من بعيد. ما علينا، قصص بتجيب قصص. تعالوا نشوف صندوق التبرعات واللي السيسي عايزه من رجال الاعمال. الوقت ده هو ده وقت القادرين. وانا كنت قلت ان في صندوق نعمله، انا بتكلم عليه تاني وتالت ورابع. هو انتوا، انا بتكلم القادرين، مش هتقفوا جنب مصر ولا ايه؟ مش هتقفوا جنب مصر ولا ايه؟ لا والله، اوعوا تكونوا متصورين ان هيكفيني في الصندوق ده او يكفي مصر يعني 10 ولا 20 ولا 30 ولا 50 مليار. لا 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 لا، مش هيكفيه. ده هو ده زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه اللي يكمل لكم صوره الخناقه الكبيره. كل واحد دايس على صباع اخوه. جماعات المصالح الرهيبه اللي بتدير هذه البلاد، والسيسي اللي عايز ينجو بكرسيه. هي دي الحكايه. انسوا مصر. مصر مش في الحكايه. مصر مش في الحكايه. مصر الحقيقيه مش في الحكايه، لانك ما فكرتش، فجاه قمت دايس على الغلابه واعتبرت من غير توقيت. دي مصر مش في الحكايه. الحكايه هي دي الخناقه اللي بين رجال الاعمال والسيسي. مش دافعين، ده احنا اللي جبناك، ده احنا اللي قعدناك، لا هتدفع وهتاخد، طب نشوف مين اقوى ولا اقوى. والخناقه زي ما حكيتها لكم، مش عايز اعيد تاني الكلام في المقدمه. معلش يا معتز، يعني هو اللي يشوف الحوار كده، احنا ما بنتكلمش مثلا عن جمل، يعني هنعمل فسقيه، هنعمل نافوره، او بنتكلم على حي من الاحياء، او بنتكلم ده احنا بنتكلم على دوله. يا جماعه ايه تقفوا جنب مصر؟ يعني معلش، يعني هو النهارده في نظام يتحط، في سيستم يتعمل، في ضرايب الناس تدفعها بقى بجد. الحيتان الكبيره لو تاخد منها الضرايب
لو الفساد وقف، لما اراضي الدوله اللي هم واخدينها بجنيه المتر ترجع، مصر مش محتاجه. مصر اكبر، ان وزير الدفاع يتبرع لها بكم 160 ولا 16,000 وجبه عشان افطارات رمضان، او يتبرع لها باتوبيسات. مصر اكبر من كل الكلام ده، واكبر من راجل الاعمال يدفع لها نص مليار ولا مليار. ما قالش فكره يا هيثم، فكره واحده، مفيش. فكره حقيقيه شغل الشحاتة. تخلي الناس حتى اللي عايز يساهم بجد يشوف نور. ما انت عايز، اصل هي في الاخر منظومه، وهي في الاخر اقتصاد وبزنس، لازم تلعبه صح. بما انك عايز الناس، ما هو الدوله تقوم بدورها. انت النهارده بتقول الدوله عاجزه، صح؟ بتعترف بالعجز. خليك معايا بس، قول لي صح ولا غلط. لا معاك في دي. بتعترف بالعجز. طيب تعال انت ساعدني، عايز تقول له ايه؟ طبعا ده اللي بيتقال على الشاشه، اللي بره الشاشه بيتقال ايه؟ ما انتوا شفطتوا وخدتوا وكلتوا منها وبتاع وكذا، ما ترجع شويه من اللي انت بتاع. لا مش هرجع طبعا، ما حدش هيرجع طبعا ما حدش هيرجع. هي دي المشكله، لانك انت بتلعب، لانك مش قادر تلعب اللعبه صح. اللعبه الصح ايه؟ زي ما قال هيثم بالظبط، اقفل حنفيات الفساد، تعال اقفلها من فوق، فيقوم باين يخرج بقى كل من الفساد، من الحكايه من الفساد. انما اللعبه دي مش هتتلعب، لانها هتفرقع في وشك وانت عارف. المنطق معتز غريب جدا ايضا كمان، يعني المنطق صراحه مفزع. احنا النهارده بنتكلم على، طب انت النهارده بدل ما تقول لرجال الاعمال كده، واحنا عايزين نبني 1000 مصنع رجال الاعمال، بحيث النهارده يبقى البطاله تشتغل والانتاج يزيد وتصدير ويبقى فيها اسس. لكن انت بادئ النهارده عهدك الاسود ده باسعار، رفع اسعار وكهرباء ووقود وسجاير ومش عارف ايه، وداخل على كل حاجه. طب انت النهارده ايه اللي عملته؟ يعني في استصلاح اراضي مثلا؟ لا، لان هم فاهمينه كده. مشروع القرن مثلا في افكار. دي نقطه مهمه، هم فاهمينه كده للاسف. هم مين اللي فاهمينه؟ الدوله العميقه. هي متخيله ان اسلوب التعامل اللي تم في ال60 سنه اللي فاتوا هينفع يكمل، اللي هو ايه؟ دوس عليه، ما تدلوش فرصه يتنفس. سيبك اللي يقول له الغلبان ده مش هيثور عشان الاكل وعشان ده زاد وبتاع، هو طول الوقت هيحاول يقلل الاقلام بس. يعني فاهم انت ازاي؟ ده مش هيعمل على طول ما انت هتدوس عليه هتدخله في الساقيه. الشعب المصري هو اختلف. ما ده اللي احنا بنقوله، المعادله اختلفت. ولكن تنكر ان دي المعادله اللي كانت شغاله بيها السنين اللي فاتت كلها؟ هو ده اليويو طول الوقت. عشان لما ايه اقوم عامل له بقى، اجي ايه في اخر رمضان اقوم عامل له، ادي له كده نفس هوا يحس، يقول الحمد لله الحمد لله، المنحه يا ريس، المنحه يا ريس، وكانها دوله من العبيد. نوصل للتحذير الغرب من الارهاب والدين من الارهاب والدين، وكاني ارى مبارك. ورينا يا خالد. انا حذرت من اكتر من سنه ان هيبقى في مشكله كبيره جدا، والارهاب هينتشر في المنطقه، واحنا شايفين الدنيا رايحه فين. وبقول برضو لكل اللي بيسمعني، اوعوا تتصوروا ان ده هيبقى على قد المنطقه بس. لا، هيبقى على قد المنطقه والدنيا. بينضم لينا على التليفون الدكتور سيف عبد الفتاح، استاذ العلوم السياسيه. دكتور سيف، اهلا وسهلا بيك، وكل سنه وحضرتك طيب. بالصحه والسلامه. اهلا استاذ معتز. تحياتي ليك انا وزميلي هيثم ابو خليل لحضرتك. وحابب اقول لك اهلا بك. واحنا بنقدم هذه الجزء الصغير من خطاب السيسي النهارده، حاسين بجد وكانه مبارك بزي اخر، مبارك بنفس الزي، هكذا احساسنا. ولكن حضرتك ليك باع طويل في التحليل السياسي، قول لنا شايف الامر ازاي، وتحذير من الدين والارهاب والذي سيطول الجميع. انا شايف انه هو اكثر من مبارك. المسألة ببساطة شديدة أنه يمثل ثورة مضادة أصبحت الآن في المواجهة، واضحة وظاهرة بكل عناصرها، بكل مصالحها الآنية والأنانية. كل هؤلاء احتشدوا، هذا هو الذي يأتي في الصدارة ليحمي هذه المصالح. ومن ثم المسألة المهمة التي أريد أن أعلق عليها في خطاب قبل أن أتحدث عن قضية الإرهاب، هي المسألة التي يقول فيها أنه يعرف أن هناك فصيل لا يعرف الله. أنا أعرف هذا الفصيل الذي لا يعرف الله. الفصيل الذي لا يعرف الله هو الفصيل الذي يقوده السيسي.
لأنه بالفعل قام بكل عمل يؤدي إلى الاعتداء على هوية هذا البلد وعلى دينها وعلى كثير من مقدراتها. الشخص الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى هو الذي خان وغدر، وهو الذي قطع الطريق على المسار الديمقراطي. ومن ثم نعرف نحن هذا الفصيل الذي يقوده السيسي، نعرف أنه لا يعرف الله، ونعرف أيضا أنه يتاجر بالدين، لأنه نصب نفسه حارسا على بوابات الدين وعلى بوابات الذخيرة للأسف الشديد، وأنه يلوح كل مرة بهذا أو ذاك، بالتجارة بالدين وبما يسمى المسار الأمني الباطش الذي يقوم على حركة قتل وعلى حركة اعتقالات في السجون والمعسكرات. أما الأمر الثاني الذي يتعلق بالإرهاب وكل هذه الأشياء، فأنت تجد أن هناك 4 مفردات في خطاب السيسي أو في كل خطابات السيسي. هذا خطاب تقليدي بامتياز، هذا الخطاب لم يعد فيه إضافة. هو بيتكلم على 4 حاجات، بيتكلم على الإخوان وازاي ان هم بيضروا بهذا الوطن ومصالحه وكل الكلام ده. بيتحدث عن الارهاب ويحذر الغرب من ذلك، يتحدث عن الشعب وضروره ان يكون هذا الشعب ويقوم بتحمل المعاناه معه في هذا الاطار، وهو لا يتحمل معاناه. والامر الرابع هو ما يؤكده دائما من انه يقوم بعمل كان لا يرغبه وانه استدعي لهذا العمل. استدعي. دكتور سيف، الاربع حاجات دي هو اللي بيتكلم عليه. دكتور سيف عبد الفتاح، لو تكرمت اسال بس حضرتك سؤال لو تكرمت. عايز تفسير حضرتك، لان هو النهارده بيتكلم على ان اللي عمله ده قرار وبيربطه بحرب 6 اكتوبر وبيطلب من رجال الاعمال انهم يقفوا جنب مصر، في حين لم نجد في خطابه رؤيه او يعني فكره او مشروع يستطيع أن تنهض مصر فيه من الكبوات الاقتصادية. شوف، هو أنا أظن أنه يقوم بعمل لوح به منذ زمن، خاصة في تسريباته بعد أن قام بانقلابه. هذا الأمر هو يتعلق بالخطاب، احنا بنسميه دي جمهورية ما فيش ستان. الجمهورية ما فيش ستان دي بتقوم على انه ما فيش، مش قادر اديك، مش قادر اعمل اي حاجة، انا مش عاوز اديك، انا مش قادر اديك. وفي ذات الوقت انا كنت لسه دلوقتي ببص على صفحات الفيسبوك، بيقول لما طلب منه خالد يوسف 3 مليار انا اعتبرهم في جيبك، اللي هو الفنان. فأنا عاوز أعرف، هو سد حاجات الشعب وأقواته مش أهم برضه من إنه 3 مليار هنعمل بهم مش عارف صناعة سينما ولا صناعة إيه؟ المسألة مسألة شديدة الخطورة، الأولويات انهارت واهتزت، وأنه يحاول بذلك أن يقدم حالة انقلابية بحق حتى في الأولويات. لما يبقى معاش الناس محل مساومة منه بل محل مداهمة، ويصل الأمر في هذا الإطار إلى أنه مش قادر أديك، أنا هخلص عليك، وإذا ما كانش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. أنت بتتكلم على المعاش المعيشة ولا المعاشات؟ ليك تعليق على المعاشات؟ أصل معاشات ضباط الجيش، معاشات العسكريين ارتفعت. أنا بتكلم عن معاش الناس لأنه السياسة هي المعاش. في حقيقة الأمر معاش، ولذلك الناس دلوقتي، يعني أنا برضو وأنوه في برنامجكم العظيم عن هذا الأمر، إنه بعض الناس بتقول في الخطاب الناس دي بتصور علشان معدتها وعشان الغذاء، امال ليه ما اتحركتش عشان الدماء؟ لا، الكلام ده غلط. لازم الخطاب الذي يتعلق بالحد الأدنى بمعاش الناس الكريم والغذاء يتحد مع خطاب القصاص بالدماء، لأن هذا الاتحاد
هو الذي سيؤدي إلى هذا الاصطفاف لطاقات الغضب والمقاومة لهذا الانقلاب اللئيم والفاجر. مهمة جدا النقطة دي يا دكتور سيف. دكتور سيف لو تكرمت، يعني بيتكلم هو على الإرهاب النهاردة. طب هل النهاردة رئيس مسؤول في البلد عنده السياحة بتاعتها يعني واقعة خالص وبنتكلم في أقل من 10%، في واحد يطلع يتكلم ان بلده الإرهاب بيضربها بدل ما يناشد في الخطاب السياح من جميع دول العالم انهم يجوا لمصر؟ لا، ما هو سبحان الله هو يأتي بالخطاب المتناقض والخطاب الواهي، وهو لا يعرف إلا كلمات معدودة، لأنه لا يحسن الكلام إلا في هذه الكلمات المعدودة متحفظة يعني. وأنا أظن أن هذه الكلمات لم تعد تجد أثرا، ولما بيتكلم على الأشياء الأخرى هو لا يعرف مآلات الكلام وما يترتب عليها، لأنه هو بيقول إن هذا البلد في حالة تهديد وبعدين يقول لك الأمن بقى كويس. فكيف يمكن أن نجمع ما بين أمر البلد في تهديد عظيم ثم بعد ذلك يقول لك ده الأمن بقى كويس ومحدش يقدر يمكن كده؟ سبحان الله، أنت عارف إن هو جايب معجزات، هو جايب معجزات يا دكتور سيف. هو كده هو كده يجمع بين الشيء ونقيضه. لا تجادل ولا تناقش يا علي، زي الفيلم الشهير، لا تجادل ولا تناقش. بالظبط كده. دكتور سيف عبد الفتاح هو عاوز عقلية العبيد وعاوز الطريقة العبعاطية التي تتعلق بالكفتولوجي، لأنه الكفتولوجي طريقة حياة. الكفتولوجي طريقة حياة، أحلى جملة نختم بها مع حضرتك دكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية. وبأن الكفتولوجي طريقة حياة، تعالوا نشوف طريقة الحياة اللي أخدها السيسي، الكفتولوجي بقى اللي أطلق عليها دكتور سيف الكفتولوجي في القرارات الاقتصادية الكارثية واللي أصدرها وصمت الإعلام عليها. تعالوا نشوف التقرير وبعد الفاصل نتواصل معكم مرة أخرى. حرب مصطنعة لطالما حرص قائد الانقلاب على الترويج لها لتبرير الأزمات الطاحنة التي يعيشها المصريون منذ انقلابه. فعلى مدار عام كامل لم يرى المصريون خيرا في ظل انقلاب السيسي، بل يعيش المواطن الكادح ما بين سندان الفقر ومطرقة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. فمؤخرا ارتفعت أسعار الوقود والسلع الغذائية وتعريفة المواصلات والأدوية وسط تطبيل إعلامي وتغنم بحكمة الحكومة في رفع الأسعار. أبواق الإعلام دائما ما كانت تهاجم بسياطها كل قرار صدر أو لم يصدر من قبل الرئيس محمد مرسي، الذي لم يمس المواطن بأي قرارات مجحفة. ورغم تبرير حكومة محلب خفض الدعم لزيادة مخصصات الصحة والتعليم، إلا أنه فعليا بلغ زيادة مخصصات كل من التعليم والصحة معا في العام المالي الجديد 19.6 مليارات جنيه، مقابل زيادة مخصصاتهما بالعام المالي السابق 27.8 مليار جنيه، وذلك بدون خفض للدعم وقتها. أزمة تلو أخرى يعيشها المصريون في ظل سلطة تأخرت بالبلاد عقودا، ونظام لطالما رقص له البعض على قارعة الطريق ليكافئهم بالفقر وغلاء الأسعار. مرة تانية أهلا بحضراتكم. طلاب ضد الانقلاب عندهم حكاية لبكرة يا هيثم، عندك أنت؟ أيوة. بيستعدوا لانتفاضة جديدة في ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري، وعشان ننشط ذاكرة الناس احنا دلوقتي الساعة 11:15، يعني على بعد حوالي 5 ساعات أو 6 ساعات على ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري اللي سقط فيها أكثر من 57 شهيد مصري و435 جريح بإصابات مختلفة. ودعت حركة طلاب ضد الانقلاب إلى مواصلة الحراك الثوري وتنظيم فعاليات ثورية جديدة في ذكرى أحداث دار الحرس الجمهوري يوم الثلاثاء المقبل تحت شعار الثورة ما بتاخدش أجازة. وأشار المتحدث الرسمي للحركة إبراهيم جمال أن الفعاليات سوف تشهد مسيرات وتظاهرات طلابية حاشدة داخل الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وذلك من خلال التنسيق مع كافة القوى الثورية المناهضة للانقلاب. ولفت لأن يوم الثلاثاء سيشهد تصعيدا في ذكرى هذه المجزرة ردا عن استمرار اعتقال الفتيات وسقوط 4 شهداء من الطلبة، بينهم طالبة طبعا اللي ماتت في اسكندرية هبة الله جمال عبد العليم،
برصاص العسكر يوم 3 يوليو الماضي. عايز افكر حضراتكم عشان الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين بخبر نزل على الشروق وشالته بامر المخابرات فورا بعد تقريع شديد. ودي كمان معلومه، نزل في ذكرى الحرس الجمهوري سكان عمارات العبور، ده الخبر اللي نزل على الشروق. انا مش عارف زمايلي معاهم ولا لا، انا جبته لكم لان الخبر ده احتفظت بيه. الشروق نزلت بيه لمده نص ساعه واتشال فجاه من على الموقع بعديها. الخبر بيقول سكان عمارات العبور ضرب النار والغاز بدأ من الحرس الجمهوري بدون مقدمات. كانت الشروق في هذا الخبر بتستعرض شهادات الناس اللي ساكنين في عمارات العبور والمطلين على الأحداث، واللي أجمعوا جميعا أن الضرب بدأ من الحرس الجمهوري والناس كانت بتصلي بدون أي مقدمات. الخبر ده رفع من الشروق بناء على أمر فوري ومباشر بعد تقريع شديد عشان نزلوا خبر زي ده في توقيت. والاهالي ايضا قالوا يا معتز ان هو بدا ضرب الغاز باللون الغاز كان بدخانه او شكله الغاز ده لونه احمر والناس بتصلي صلاه الفجر. مهم جدا. وعلى ذكر بقى طلاب ضد الانقلاب والانتفاضه الجديده واللي بيقولوا ان الثوره لا تعترف بالاجازات، وده حقيقي وهي مستمره باذن الله، باذن الله مستمره. غدا الثلاثاء الحكايه ستبدا من جديد. معايا النهارده جمعت لكم 5 قصص هقولها لكم قصه ورا قصه كده سريعه من تعليقات الناس البسيطه جدا عن الاحداث. ابدا بخالد البنا لانه مرتبط بالخبر ده. خالد البنا كتب تويت امبارح، عملت له ريتويت بصراحه عليها. كتب بيقول ايه؟ بص يا هيثم، ابويا وامي سيساويين، يا رب انول الشهاده عشان قلبهم يتحرق عليا ويوقنوا انهم مؤيدين ارهابي سفاح. ربنا يسلمك ولا يحرق. اهي ده الخبر بتاع الشروق اللي زي ما قلت لكم نزل كان يوم الاثنين 8 يوليو الساعه 4:13 مساء، واترفع فورا زي ما قلت لكم وما نزلش تاني على الشروق. خالد البنا التويته صعبه، التويته صعبه وكل حاجه، ويا رب ما يحرق دم امك وابوك. بس انا عايز اقول لكم قد ايه المواضيع وصلت صعوبه وانقسام في بلدنا، قد ايه الانقسام زاد وبشكل كبير. المفروض انك جيت عشان ترمم الصدع ولكنك ايه فتحته على البحر. تعالوا نشوف ذكرى، هذا تقرير عن ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري ونرجع لحضراتكم تاني. لم يكونوا يعلموا أن صلاتهم قد تكون الأخيرة، ولم يظنوا في أنفسهم أن دعواتهم في صلاة الفجر هي آخر الدعوات. صلاة الفجر أمام الحرس الجمهوري التي امتزجت برصاص الجيش وأنات المصلين شاهدة على أولى مجازر العسكر بعد الانقلاب. فاليوم يمر عام على ذكرى مذبحة الحرس الجمهوري التي ارتقى فيها 61 شهيدا و435 مصابا. فلم يكد ينتهي المصلون أمام الحرس الجمهوري من صلاة الفجر إذ برصاص جنود الانقلاب يخترق الصدور يمنة ويسرى. فلم يترك الجنود طفلا أو امرأة أو رجلا إلا وأطلقوا عليه الرصاص. مجزرة ارتكبها جنود العسكر بزعم أن المعتصمين حاولوا اقتحام المبنى الخاص بالحرس. تلك المجزرة التي كان فيها العسكر يحمل سلاحه ويصور قتلاه من الساجدين والراكعين، فلم يزودوا عن أنفسهم. أحمد عاصم الذي حمل كاميرته ليصور أحداث الحرس الجمهوري تشاء الأقدار أن تكون عدسته هي العين الشاهدة على مقتل المعتصمين أمام الحرس الجمهوري، ولم يكن حينها يعلم أنه يصور قاتله. لتبقى المذبحة شاهدا على مذابح العسكر تجاه الأحرار بعد انقلاب 3 يوليو، وعلى ذلك القاتل الذي ما زال يصوب سلاحه منذ عام تجاه رقاب المصريين الذين نصبوه بأن يكون جيشا يحميهم لا أن يقتلهم. نحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه. فعلا لا يقصي أحدا من أبنائه. إيه رأيك في عدم الاقصاء ده؟ والله حضرتك انا بس يعني بتكلم النهارده في ذكرى سنه عدت كامله يا معتز على مذبحه زي دي سقط فيها حوالي يعني 57 مصري، وفي 3 من القوات المسلحه، وفي اصابات اكثر من 500 واحد. وحتى هذه اللحظه لم يتم يعني تحقيق في هذا الامر، لم يتم توجيه تهمه لاحد، لم يتم محاسبه احد، في حين زي ما قلت قبل كده شايفين قواضي صغيره بيتم فيها اعدامات ويتم فيها يعني قصاص بمؤبدات، وبنتكلم في مئات والاف السنين من احكام السجن.
انا عايز ايضا اشوف رامز جلال وآثار الحكيم اتحكمت عليها في اسبوع، القضيه خلصت في اسبوع بالظبط. يعني رامز جلال وآثار الحكيم. لو رجعنا ايضا ردود فعل بعض الاحزاب القوى السياسيه مع هذه المجزره، ايام ما كان في بعض من الدماء في العروق، نجد ان حزب النور مثلا اعلن ساعتها لما حصل هذه المجزره انسحابه من خارطه الطريق التي اعلن عليها في 3/7. صحيح. لكن انا عايز اعرف طب ردة فعله فين بقى بعد كده في المجازر اللي حصلت، وفي التي فاقت مجزره الحرس دمويه ده انسحب ساعتين بس ورجع بالسلاسل. ايوه بس انا فاهم. انا بكلم حضرتك المشهد صراحه، يعني مذبحه الحرس الجمهوري كانت صادمه لنا كلنا، لان هي اول، يعني ممكن كان مذبحه ماسبيرو نتكلم فيها، محمد محمود كان مثلا امور، لكن دي كانت مذبحه واضحه، لان احنا شايفين في حرس ايام مرسي جدران الاتحاديه وفي العباسيه وزاره الدفاع عملوا، يعني حصل فيها ما حصل، ما كانش حد بيقرب لحد. لكن النهارده تحت ادعاء الناس كانت بتصلي الفجر وهي في نفس الوقت بتموت العسكر. امر ليه هو مش هو في التسريبات اللي طلعت اللي مقصوده من حواره مع ياسر رزق؟ ايوه ممتاز. قال له انا ما كنتش فاهم ايه سببها، يعني كان عايز يلبسها، لا وكان عايز يلبسها للداخليه لما قال ان هم اللي ضربوا بداوا، حاول يخرج منها ولكن يبقى دم الناس كلها في الجمله المقتضبه من سارق قلوب العذارى. الجمله الصغيره دي هي اللي كفايه على الموضوع. الله غالب، الله غالب، هنروح من ربنا فين ان شاء الله كبير. وكلهم عارف ان ليهم اهالي وليهم ناس ما جفتش دموعهم لحد النهارده، ما فطروش ولا يوم الا والدمع والله مالي الاطباق بدل الاكل، عارف. وربك كبير، ده مش هيروح، وربنا شايف، وربنا عز وجل شايف كل حاجه ومطلع. ربك شايف ومطلع، ما تفتكرش ان هي بعيد. تاني قصه من قصص، انا قلت لكم مختار 5 قصص من قصص يعني اللي شدتني من حكايه الناس. ده مايو شاهد او شهيد كاتب منذ ساعه حدث بالفعل. بص القصه دي يا هيثم. مجموعه من الناس ركبت ميكروباص، اول ما ركب السواق قال لهم، طبعا الكل عارف ان الاجره غليت، ردوا عليه عارفين يا اسطى، قام سالهم مين هنا تبع السيسي ومين تبع مرسي؟ العربيه كلها تقريبا قالوا انهم تبع السيسي ما عدا 2 شباب فضلوا ساكتين. قام السواق سالهم وقال لهم انتوا شكلكم كده اخوان، ردوا عليه قالوا له مالهم الاخوان يا اسطى؟ رد السواق ولا حاجه، الناس اللي تبع السيسي يدفعوا الاجره الجديده واللي تبع الاخوان يدفعوا الاجره القديمه. الركاب ما حدش فيهم نطق. عليا الطلائع، انت سواق بتفهم يا اسطى. دي قصه مايو شهيد واللي كتبها على الفيسبوك. بحكي لكم من البلد شعب. يعني هم يضحك وهم يبكي. معتز شعب عبقري وشعب الناس متخيله ايضا ان هو بيثور عشان يعني ما يصيرش عشان الدم، وهل هيثور عشان البنزين وكام. لا، الشعب المصري لابد ان نعطي له حقه. الشعب المصري يعني اقسم بالله يقينا سيكون رده على السيسي وعلى هذه العصابه وعلى دوله العسكر وعلى الدوله العميقه وعلى شيله الحرميه، هيكون رده سيسطروا التاريخ. يعني شفنا الليبيين عملوا ايه في القذافي. لا المصريين هيكون لهم راي اخر. اللي عدى حماده واللي جاي حماده تاني خالص بالظبط ان شاء الله. بالزبط. حماده تاني خالص. وجالنا خبر عاجلين دلوقتي. الاولاني توزيع 9200 عجل قادمه من الامارات على محدود الدخل خلال اسبوع. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت ان تم العمل مع وزارة الزراعة بانه سيتم خلال اسبوع توزيع 9200 عجل على المواطنين محدود الدخل قادمة من الامارات. واضافت والي في لقاء تلفزيوني منذ قليل انه تم ربط قاعدة بيانات الضمان بقاعدة بيانات التموين، وانه تم البدء في تحديث قواعد البيانات وربط جميع قواعد البيانات ببطاقة. بس الخبر ده ما ينفعش يقولوا معتز مطر، ده عايز خير رمضان عشان يقول ايه العجول وصلت. عايزه كده يعني. لا هو كان العجل ايه عشر، العجول عشر والله. يعني كانوا عجول او مش عجول، او كانوا زي ما هيثم بيقول على حكايه. لا هو كان بيتكلم على الهدوم المستعمله، كان سعيد بالهدوم المستعمله بالظبط. لا بس بيقول لك دي عجول بقى. لا بس انا العجول دي بقى برضو مش عايز اخرج من الحكايه، ولكن الشيخ المحلاوي ربنا يكرمه. كنت انفردت معاه بحلقه للاسف باظت، كنت في اسكندريه في ذكرى كنيسه القديسين اللي اخواننا المسيحيين نفسهم نسيوها، اللي فجرتها الداخليه. كنت بعمل حلقه في الذكرى الاولى لكنيسه القديسين. فالمهم كنت حريص من اول ما وصلت اسكندريه ان انا اقابل الشيخ المحلاوي. وانا خارج من اسكندريه جالي التليفون قالوا لي الشيخ المحلاوي مستعد يقابلك. كنت راجع ورايح له. المهم فالراجل بتكلم معاه وقعدنا حلقه ساعتين، فجت على ذكر العجول فاتكلم. لو تتذكروا هو ايام السادات الله يرحمه، فهو كان بيطلع بيقول جمل هم منعوه ولعبوا معاه لعبه الخطابه كتير قوي الشيخ المحلاوي. قال لي لحد يوم
فانا كان السادات طلع قرار بان ايه منع انتقال الماشيه ما بين المحافظات، منع انتقال الماشيه ما بين المحافظات، يعني كل محافظه يبقى الماشيه يتعمل لها زي بطاقات كده ما تتنقلش بين المحافظات. وكان قرار يعني ساعتها قرار كويس، كان ليه اهدافه عشان اهداف اقتصاديه يعني مش دي وقتها. المهم بقى من الشيخ المحلاوي ربنا يديله الصحه، الشيخ المحلاوي قام طالع قال لي المنبر، وقمت طالع المنبر وقلت ايه؟ قلت حقيقه واحنا يعني شيء جميل جدا جدا، انا بحيي قرار سياده الرئيس، وحقيقه احنا هنسن سنه جديده وهيبقى في ايه؟ في دلوقتي خروف سيناوي بعد ما بقى بطاقه البطاقه بقى كل حيوان ليه بطاقه، وهنا فراخ فيومي، وهنا سمك معرفش دمياطي، وهنا عجل منوفي على العجل على انه هياخد بطاقه المنوفيه. قال لي يا دوبك خلصت الخطبه ورجعت بيتنا لقيت ضباط من الدوله قاعدين. قال لي دخلت والله قلت لهم انا عارف من غير ما تقولوا لي انا جاي معاكم، فخدوني بهدومي لما قلت لهم عجل منوفي، وكانت اسقاط على السادات الله يرحمه لانه السادات كان من المنوفيه. والله دي فكرتني بها العجول. السياحه ده الخبر الثاني العاجل، تبحث ازمه وقف تاشيرات المعتمرين المصريين مع الجانب السعودي. هشام زعزوع وزير السياحة قال إن هناك اتصالات قائمة مع السلطات السعودية بشأن بحث مشكلة تأشيرات المعتمرين المصريين للوصول لحل سريع حرصا على المواطنين الراغبين في أداء العمرة. زعزوع في بيان ليه قال إن الجانب المصري يقدر حرص السلطات السعودية على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث التكدس، مطالبا السلطات السعودية بالتوصل لحل وسط لأزمة المعتمرين، وأنه يتابع تطورات الموقف الخاص بمشكلة عدم منح تأشيرات العمرة لحوالي 50,000 معتمر مصري قبل نهاية موسم العمرة. كان قد تم تكليف مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الشركات السياحية بالسفر إلى السعودية للوقوف على ملابسات قيام الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات العمرة للمعتمرين المصريين دون سابق إنذار، مما تسبب في منع أكثر من 50,000 معتمر مصري من السفر لأداء العمرة. القرار ده بيحوي نقطتين مهمين قوي، إن حتى العمرة بتاعة رمضان كمان بسبب ما الدنيا اقدام، مش كان بيتقال كده قدام مرسي ولا هو مرسي بس اللي ليه اقدام؟ اهو ده ادم اهو برضو العمره مع السيسي شحه زي القنابل المقدمه اللي قلتها لكم من يومين. ولكن كمان القرار ده بقى بعيدا عن الدعابه دي، الدعابه يعني الحزينه، القرار ده كمان ليه مغزى ايه بقى؟ ان السلطات السعوديه قلقانه جدا من تواجد هذا العدد، لانه انتوا عارفين المعتمرين المصريين في العشر الاواخر من رمضان هم اكبر عدد بيزور السعوديه، ده بالارقام في ال20 سنه اللي فاتوا او ال25 سنه اللي فاتوا بكل تاكيد، في مسافه كبيره بينهم وبين اي معتمرين. احنا بنتكلم في السنه كنا بنتكلم من 70 ل 90 الف معتمر بيروحوا بس في العشر الاواخر. هم خايفين من تسرب الارهابيين الجماعات الارهابيه اللي هم السيسي بيحذر منهم، لا يحصل مظاهرات هناك ولا حاجه ويبقوا العشر من رمضان العشر الايام الاخيره ايام صعبه جدا في السعوديه. ده تفسير القرار من جهتي، مش عارف ليك تفسير تاني ولا لا يا هيثم؟ والله حضرتك هو السلطات السعوديه يعني بتتعامل مع المصريين زي ما تعامل الملك عبد الله مع السيسي، يعني هو كرسي جنبه فاضي وكرسيين جنبه فاضي فقعدوا على جنب. فاحنا حضرتك في دول اماكنها موجوده وتاشيراتها موجوده وبتستقبل استقبال جيد، ومفيش حاجه اسمها بقى ان الوكيل السعودي يلعب بيها، ومفيش فنادق والكلام الفاضي ده والتاشيرات اتاخرت. فعلى كل مقدار دوله وقيادتها ويعني حجمها اللي هو بقى المفروض مبني على زخم شعبي وخلفيه شعبيه قويه، بيتم تقدير كل دوله على حساب هذا القدر تحديدا يعني. فانا شايف ان هو استهتار سعودي مش جديد بالشعب المصري. قلت لك يعني الله غالب، يعني ليه ما يستهترش. القوات المسلحة بتدفع بأتوبيسات النقل الجماعي لمواجهة أزمة أسعار الوقود. صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع أصدر أوامره لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير العديد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق محافظة الجيزة، وذلك اعتبارا من 6 صباحا حتى 6 مساء. تم تجهيز الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعي التابعة لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة للمعاونة في نقل المواطنين والتقليل من الآثار المترتبة على رفع قيمة الأجرة، وذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود. كما تم وضع العديد من اللوحات الإرشادية على مقدمة وأجناب الأتوبيس توضح خط السير ورقم الخط ومحطة القيام والوصول وأهم الميادين التي يتم المرور عليها للتيسير عن المواطنين. في تقرير ولكن انت ليك تعليق. عايز بس اقول حاجه، يعني الاتوبيسات دي يا معتز اتوبيساتنا السولار اللي فيها او الغاز ده غاز بتاعنا،
النهارده المنظومه دي كلها انا بتعجب من حاجه، هم بس فالحين ياخدوا الطرق وياخدوا التذاكر بس وياخدوا يحصلوا رسوم التذاكر على الطرق الصحراويه، طرق السفر في حين. طب انت يعني عندك كفاءه كده، خلاص يا سيدي منظومه النقل البايظه ومهترئه في مصر، انزل مد ايدك وخلي الجهاز بتاعك اللي هو ما دام عنده كفاءه كده يرفع الضغط على والمعاناه على المواطنين، بدل ما الميكروباصات والتكوسه واستغلال الكلام ده. انزل شارك ما دام انت عندك هذه المقدره. لا اعمل منظومه ما تبقاش هي لا هو الجبايه بس انها تبقى هو الجبايه لا وتتعمل كاحسان كل شويه. الاحسان ده لما يبقى من حد من الخارج، الجيش جيشنا والفلوس فلوسنا والاتوبيسات بتاعتنا والبلد بلدنا، ولا هي حاجه مختلفه عن كده ما فيهاش احسان، ده اقل من الواجب. انما ما تعملها ليش كاحسان مره، لا اعمل لي منظومه. وساعتها كل واحد زي هيثم اللي قاعد يبجح، وواحد زي معتز اللي قاعد يتكلم، انا اسف يعني، هيسكت خالص. هتفتح بوقك تقول ايه بقى لو اتعملت منظومه نقل عام؟ اعمل منظومه لو انت قد المنظومه. انا قلت لكم قبل كده المنظومه مش ممكن تتعمل ليه، ولكن اعمل منظومه يا ابن المنظومه. اعمل منظومه ايه؟ يا ابن المنظومه. يا ابن المنظومه، حلوه برضو السجع ده، جميل جدا. تعالوا نشوف تقرير عن اتوبيسات القوات المسلحه اللي نزلت النهارده وراجعين لحضراتكم تاني. تنفيذ الأوامر أولا دون مناقشة أو تفكير هي طريقة العسكر دائما، فقد دفع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بعدد من الأتوبيسات في شوارع القاهرة لنقل الموظفين والمواطنين في ظل إضراب السائقين عن العمل ومشاجرات متواصلة منذ أيام بعد فرض قرار رفع الأسعار الذي قاد موجة غلاء غير مسبوقة كان أبرزها تضاعف أسعار المواصلات. بعد مزاحمة جنرالات العسكر للقطاع العام والخاص في الأنشطة الاقتصادية بما يقارب 40% من حجم الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وبعد استيلائهم الصريح والمباشر على الشأن السياسي في البلاد وانقلابهم على مسيرة الديمقراطية، جاء الوقت لمحاربة السائقين في لقمة عيشهم وفرض تعريفة مواصلات عليهم لا تعني بالنسبة لهم سوى خراب البيوت. حماية حدود البلاد لم تعد مهمة الجيش المصري حسب ما ينص دستور البلاد، ففي ظل جمهورية الضباط باتت القوات المسلحة منغمسة إلى حد التورط بكل ما يجري للشعب من بلاء وأزمات ومذابح. كان عندك كمان فيديو للخناقه اللي هو طابور الطويل قوي بتاع البنزين اللي في الميكروباصات يا عماد، واللي في الاخر اتضربوا بالشوم مرتبط بده. طيب جهزوا على ما احكي للناس القصه الثالثه النهارده. محمد دويدار يشعر بالاسف، دي قصه كمان عجبتني طعم المرار ولكن حبيت انقلها. بيقول كنت رايح لابن عمي في نادي الفروسيه في مدينه نصر، وانا راجع ركبت عربيه الألف مسكن عشان ارجع الجريده في مصر الجديده، واول ما السواق قال الاجره زادت يا حضرات، طبعا الخناقات المعهوده ابتدت من السواق والركاب ومؤيدين السيسي اللي بيدافعوا عن الزياده والناس التانيه اللي بتشتم فيه. بس فجاه اتكلمت واحده ست كبيره والناس كلها سكتت وقالت بعلو صوتها حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي شغالين في التلفزيون والمذيعين اللي قعدوا يقولوا لنا انتخبوه وقعدوا يكذبوا علينا وفي الاخر كل حاجه غليت علينا. انا كنت باخد التموين بتاعي ورحت لقيتهم بيقولوا لي هنديكي 5 جنيه في ايديك تجيبي بيها من بره ازازه زيت ب10 جنيه. والوليه قعدت تعيط بالدموع وتقول هيخربوا بيتنا، ربنا يخرب بيوتهم، احنا ما كناش لاقيين ناكل وكنا فاكرين انهم هيدونا، جاي ياخد مننا. انا باخد معاش 300 جنيه وعندي 4 بنات وابوهم ميت، اكلهم منين؟ وضحكوا علينا ربنا ينتقم منهم. انتهى كلام الست ويرجع كلام محمد دويدار. اقسم بالله منظر كلامها وانا قاعد مسكت نفسي من البكا بالعافيه وكرهت نفسي والشغل في المجال طنطن اللي كله كذب ونفاق ده. اقسم بالله حكومه الغلابه، اقسم بالله اعلامكم بيستحمركم. كل كلمه واحد اعلامي او صحفي بيقولها يتحاسب عليها. الناس بتدعي عليكم انتم قبل اللي بيحكم. اتقوا ربنا في كل كلمه بتوجهوها للناس وبتكذبوا عليهم بيها. الله غالب. طيب ايه حكايه النشط السياسي يا هيثم؟ والله حضرتك يعني لو عايزين برك نحط عنوان يا معتز اللي هو السيسي ميتر. احنا النهارده يعني بنتكلم في شهر تقريبا دلوقتي على تنصيب الدم، تنصيب السيسي في رئيس لمصر، الحريات والقتل وغلاء الاسعار. فوجئنا ان واحد بس ناشط سياسي اسمه محمد نصار رفع يافطه في طلعت حرب ضد غلاء الاسعار. الراجل بيعترض على زياده الوقود والسجاير والكهرباء وغيرها، ولسه قائم جايه طويله. فالخبر بيقول يا معتز ان القت قوات الامن بقسم شرطه قصر النيل
القبض على محمد نصار الناشط السياسي متهمينه بتحريض المواطنين لاحتجاج على زيادة الأسعار، وجريمته أنه رفع لافتة تندد بذلك. اقتادته للاسم وكان معاه يافطة يعني الحرز بتاعه مكتوب عليها أنت وعدتنا مش هترفع الدعم. دي جريمة محمد نصار. طب قال له انت كذاب يا ريس، انت وعدتنا مش هترفع الدعم. دي اليافطه اللي رفعها محمد نصار واللي انتشرت في كل وسائل التواصل الاجتماعي. انت كذاب يا ريس، وعدتنا انك مش هترفع الدعم. كذب في ايه الراجل؟ انت كذاب يا ريس، ده جزء النص الاولاني من الجمله. انت كذاب يا ريس كويس، يعني جمله انا شايفها محترمه جدا في هذا الشهر الفضيل. انت وعدتني انك مش هترفع الدعم، وهو وعد انه مش هيرفع الدعم، وانا وعدتك ان يكون في مداخله ومعاك محامي محمد استاذ مصطفى. خده يا هيثم. السلام عليكم استاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اعرف بس يا استاذ مصطفى، هل محمد نصار اخلى سبيله ولا موقفه ايه دلوقتي؟ محمد نصار يعني بدايه محضره اصلا عبث قانوني، يعني حتى المحضر اللي عملناه ده اسمه شرطه قصر النيل. تمام. قرار النيابه قرار غريب جدا، عكس كل التوقعات، ان هو طلب من ضابط المباحث اللي هو عامل له المحضر ان هو يقول تحرياته هل هو ارتكب الجريمه ولا لا. وده بيفكرني ببرنامج مليون لجورج قرداحي. هو يعني انا اعتبرت ان النيابه بتسال ضابط جواب نهائي اللي ارتكب المحضر ولا يعني احنا في المفروض قرار النيابه، المفروض فعلا قرار النيابه قرار نافذ، مش لسه هينتظر. كلام حضرتك صح، مش هينتظر لسه قرار تحريات المباحث. لكن عايز اعرف ايه جريمه محمد؟ ايه تهمه محمد؟ محمد نصار مبدئيا هو لا ينتمي لاي جماعه، وكان مشترك في حركه تمرد كمان، ورفض الانتخابات الرئاسيه لاعتبار ان هي مسرحيه هزليه وما انتخبش رئيس سيسي، واسس حاجه اسمها انا الفقير، بتلف القرى محافظات مصر تدي الفقراء في القرى والنجوى اللي ما حدش يعرف عنهم بطاطين في الشتاء وكده والكلام ده كله. طبعا اتاثر بصوره مباشره بقرار غلاء الاسعار، فنزل منفردا لوحده بدون اي مظاهره او حاجه، وقف كتب على اليافطه انت وعدتني مش هترفع الدعم. طب دلوقتي يا استاذ مصطفى خليني اقول لك بس، هو بالفعل محمد اتوجه له تهمه التظاهر وتجدير السلم والامن العام؟ ده توجه له محمد، متوجه له اكثر من 6 تهم. 6 تهم؟ تظاهر مع 10 التظاهر صوت استاذ مصطفى مقطع يا جماعه، الناس مش مستحمله فوق التقطيع اللي على الهوا، التشويش يبقى صوته مقطع. حاول تظبط الزاويه يا استاذ مصطفى، مش سامعك كويس. 6 تهم من ضمنها ان هو بيقول ان هو لوحده في ترويع المواطنين، وان هو قطع المواصلات لوحده، وان هو عطل الطريق، وان هو قدر السلم العام، وان هو الظاهر لوحده، وان هو قال يسقط طاقه حتى. انا عايز اقول بس معلومه مهمه، ان من ضمن الطاقه اللي توزعها لمحمد نصار ان هم ليه على موبايله يافطه هو ماسكها بيقول يسقط قانون التظاهر، وليه يافطه ثانيه على موبايل هو ماسكها بيقول حكومه سلطه جايه التظاهر بترفض عمل التظاهر. فيعني التهم دي احنا كلنا شركاء فيها. اذا كانت جريمتنا ان احنا بنقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس كذاب لانه خلف وعده، فانا بقول له احنا بنقول لك دلوقتي انت طلعت واتحدثت امام الشعب كله وقلت له ان احنا مش هنرفع الدعم، وانت رفعت الدعم، وبالتالي انت كذاب. وانا بقول على الهوا، انا بقول له انت كذبت على الشعب ووعدت واخلفت. والله يا استاذ مصطفى انت راجل، وانا بتحمل المسؤوليه الكامله عن الكلام اللي انا بقوله، واعتقد ان انا في بيتي دلوقتي يا استاذ مصطفى، وبرضك هيوجه لي تهمه التجمهر والتظاهر. ما انت متجمهر اهو، هو في تجمهر اكتر من اللي انت بتقوله؟ انت راجل محامي محترم عشان بتقول النهارده كلمه زي ديت، اللي هو فعلا السيسي كذاب، لان هو طلع مع لميس وابراهيم عيسى وقال للناس انه استحاله يشيل الدعم او يرفعه الا لما المرتبات تتضاعف ويكون المواطن العادي يتحمل رفع الدعم. كل الامنيات للناشط العزيز محمد نصار ان هو ربنا يعني ينصفه من هؤلاء الطغمه الظالمه، واتمنى القضاء الشامخ ما يعملش الشموخ بتاعه على
شاب يعني بسيط زي محمد نصار. شكرا لتواجدك معنا استاذ مصطفى محامي الناشط السياسي محمد نصار، اللي كل جريمته انه واقف طلعت حرب بيافطه بيقول للسيسي انت خدعتنا، انت كذاب، انت وعدتنا مش ترفع الدعم ورفعته. طيب في بقى كمان سواق اتوبيس فيتو جابته، يعني خلينا نخفف شويه من كل اللي احنا بنشوفه ده. والراجل اعترف بصراحه ان هو اخطا ولكن بطريقه طريفه. جاهز الفيديو معاكم؟ طب تعالوا نشوفوا الراجل اعترف بغلطه ازاي. وريه لنا كمان هنا يا خالد عشان نشارك الناس. زي الناس. نعم. طب والاسعار عامله معاك ايه؟ واخد مراتي بتقول لك هو واخد البلد خربانه مراتي. عشان مراتي ايديها في الميه البارده. مراتي بتحب السيسي. وانا ايدت السيسي وحسبي الله وانا بطيق فيا وفي مراتي الاخرى اللي بتتكلم ديت. ايه يا وليه في ايه؟ بيقول الحقيقه مش الحقيقه. الله احنا مش الحقيقه. وانت انتخبت السيسي؟ انا انتخبت السيسي. احنا قلنا له تعالى كمل كان في حمله اسمها حمله كمل جميله. هي دي بقى كمل جميله. طب ودلوقتي انت ايه رايك؟ دلوقتي كمل جميله وياخد مننا المرتب كله كمان بالمره. ومراتك رايها ايه؟ مراتي يا اقفلي انت بقى يا مراتي بقى، يلا مع السلامه. يلا اقفلي يلا اقفلي مع عصا سحريه. يلا اقفلي يا مراتي اقفلي يا ولاد اقفلي نهاركم ازرق. نهاركم ازرق. الراجل طلع من هدومه يعني الراجل طلع قال حسبي الله ونعم الوكيل فيا وفي مراتي اللي انتخبنا. الست لسه مقتنعه تقول له اصل هو معاه عصا سحريه. الست لسه بتبرر له. معلش يعني شوف حضرتك جاذب للستات البيوت. هي المفروض ياخد معاه موقف حاسم لاكتر من سبب حقيقه، بس احنا مش هنعمله عليها. ولكن تعالوا لاحمد الهواري وقصه كمان صادمه. بيقول يوم الجمعه، خدوا بالكم من القصه دي. يوم الجمعة الساعة 10 الصبح عربية جيش بتجري على الكورنيش خبطت كريم ابن عمتي شاب 24 سنة وجريت. كريم نزل في ساعتها دماغه اتخبطت في الرصيف ومات. رحنا المشرحة نستلم الجثة، لقيت بالصدفة هناك أهل هبة البنت اللي الشرطة قتلتها برصاص حي في مسيرة ليلية يوم الخميس قبلها بليلة. ولقينا البنت رافضين يسلموها لأهلها غير لما يمضوا إن هي ماتت منتحرة. دخل عم هبة أو خالها تقريبا غسل كريم، وبعد الغسل خرج بيحكي عن جثة شاب جاي من المعتقل وجسمه كله اثار تعذيب، واهله واقفين جوه مش عارفين يستلموه عشان عايزينهم يمضوا على نفس التقرير ان هو كمان مات منتحر. واهله بيحكوا عن قرار اخلاء السبيل اللي خرج للولد بتاريخ قبل وفاته في المعتقل. كريم كان شاب في حاله جدا، ولا فارق معاه ثوره ولا انقلاب، حياته بسيطه جدا وتقريبا ما بيعملش حاجه غير شغله. بس ده ما فرقش ان هو يموت على ايد واحد من الجيش شاف ان كريم ملهوش تمن عشان يقف ويشوف جراله ايه او يطلب له اسعاف. هبة أو كريم أو المعتقل اللي مات متعذب جمعتهم مشرحة واحدة في يوم واحد، والتلاتة على إيد نفس السفاحين اللي مازال ناس من أهل كريم نفسه بيبجلوهم، بالإضافة لقريب هبة اللي جاي يستلم جثتها وموبايله رن داخل المشرحة تسلم الأيادي. الوضع قذر جدا. إحساس إنك داخل المشرحة بتسلم على ناس إيديهم حاسسها متلطخة بالدم، تحس كأنك في حرب وصفوفك مخترقة، تحس بالخيانة والخسة ومش عارف تتصرف ولا تتكلم. إحساس العجز والضعف وإنك مش عارف تعمل أي حاجة. بس أكيد الوضع ده مش هيستمر كده. مشاهد من يوم الوفاة ويومين العزاء. واحد، كلام لأحمد الهواري، واحد قريبي وكان من اللي بيغسلوا وبيخلصوا ورق كريم في النهاية، وشاف أهل البنت متبهدلين عشان يستلموها ومش عارفين، قال لهم أحسن عشان يتهدوا يقعدوا في بيتهم، ويا رب كل اللي ينزل يموت. في عزا كريم كان في مجموعة قاعدة على جنب بتناقش مدى حكمة رفع الأسعار ورفع سعر البنزين وأنها قرارات حكيمة. 3، لما سمعوا أن عربية جيش خبطته استنكروا لحد ما قروا المحضر بنفسهم وشافوا وصف الشاهد اللي جرى ورا عربية الجيش لحد ما فقد أثرها بقرب المنطقة الشمالية، سكتوا وما عرفوش ينطقوا. دي كانت حكاية أحمد الهواري. الله غالب. والله يا معتز، انا الحكايات القديمه دي الواحد بس مش عايز يفتح فيها، لان انا النهارده حتى مش عارف باين عليا الكلام ده ولا لا. جات لي قصه ايضا، يعني دعني اقولها كده في دقيقه واحده. اتفضل. يعني واحده مراقبه يوم 3 يوليو في عبد البيع رياض، نزل من شغلها، واحد ضباط الامن الوطني اقتدى في عربيته من غير نمر، عربيه متفيمه وهي عندها اوصافه كامله،
واخدها جوه بيقول لها وريني موبايلك عشان اشوف فيه عليه اسامي معينه. وحدث معاها عمليه يعني ما يشبه الاعتداء الجنسي الغير كامل داخل العربيه، وخدها والقاها في ميدان التحرير اللي هو كله عساكر وكله يعني ضباط جيش. ودار بيني وبينها حوار، هي بتكلمني النهارده، طب انت اتاكدتي ازاي ان هو ضابط امن وطني؟ قالت لي النهارده الواحد معاه طبنجه ومعاه تقرير طبي اصابني في ايديا وانا بقاومه، وفي الاخر ماشي بعربيه متفيمه من غير ارقام، ورماني في ميدان التحرير اللي هو ما فيش حد يعرف يخش فيه. الست منهاره جدا. كلمتها قلت لها اعملي يعني قدمي بلاغ، ويا ريت احنا يعني نتواصل معاكي وتعملي معانا مداخله، بس بتقدمي البلاغ عشان الناس ما تقولش ان احنا بنالف حكايات، ولكن في بلطجه وفي برطعه لهذه العصابه في مصر. بيحاولوا يتصلوا بيها بالفعل يا هيثم، ولكن لحد دلوقتي ما بتردش. ان شاء الله كمل. في عصابه ايه؟ يعني عايز اقول ان في عصابه، يعني الناس من يعني بنكرر الجمله ديت، من يعني امن العقوبه اساء التصرف وساء الادب، وبيتطاول على المصريين وعلى كرامه المصريين وعلى شرف المصريين. هو مش عارف، هو متخيل ان هي واحنا في رمضان، هي متخيل ان هي من السبايا ولا هي من الشعب التاني ليس لها حرمه، وست ماشيه في حالها منقبه محترمه. ولكن انا طبعا بحكي بطريقه مختصره، الكلام فيه تفاصيل مفزعه اقسم بالله. يعني الواحد النهارده طول اليوم تفاصيل مشينه، مش مفزعه، مشينه. يعني مشينه ومؤلمه. يعني اي بني ادم، والست منهاره في حاله انهيار غير عاديه. الله غالب، الله غالب يا هيثم. ربنا يجيب حقك ويجيب حق كل الناس الغلابه. عندي اخبار سريعه بقى، ناخد تعليقات سريعه عليها واحنا بنختم. ابدا بالنور يرحب بقرار زياده الاسعار ويطالب حكومه الانقلاب بالتقشف. والبيان خرجت هذه القرارات محفوفات بعبارات تطمئن الفئات الدخول المتدنيه والفقيره، في حين انه لم يتم الاعلان عن اليات عمليه بهذا الشان، وهي امور لا تحتمل التاجيل حتى لا يستغل البعض هذه الظروف في مضاعفه المعاناه على محدود الدخل. انا مش عارف رجاله وطول عمرك. انا مش عارف برضك معتز هو ليه ازاي بيرحب بالقرار وهو اصلا ما خدش اجراءات عمليه واليات عمليه، وبعدين فين التقشف؟ انا بصراحه من غير ما تزعل، انا مش عارف انت لسه بتعلق على حزب النور بعد كل الفتره دي. يعني ده قرار من الحاجات، انت لسه عندك قدره انك تعلق حزب النور؟ اول ما تحط يافطه حزب النور تعدي ولا بتاع. صيادوا البرولوس بيقطعوا الطريق الدولي لليوم الثاني، وسائقوا ميكروباصات يضربون احتجاجا على التعريفه الجديده. يا ريت تورينا الفيديو بعد الخبر ده اللي هو بتاع السواقين الخناقه بتاعتهم. لليوم الثاني على التوالي قطع عدد من صيادي مركز البرولوس الطريق الدولي الساحلي من امام مدينه البرولوس احتجاجا على ارتفاع اسعار السولار، وتوقف اكثر من 500 مركب صيد. توقفت حركه السيارات على الجانبين اللي رايحه من اسكندريه لدمياط او العكس. وعلى جانب اخر اعلن عدد من سائقي السيرفيز والميكروباصات دخولهم في اضراب عن العمل في منطقه الطلبيه بالهرم احتجاجا على التعريفه الجديده اللي قررتها المحافظه بزياده الاجره 50 قرش بعد رفع اسعار الوقود والسولار، وهو ما رفضه السائقون. الجيزه والهرم شلل مروري، تكدس السيارات، بالاضافه الى وقوع مشادات كلاميه بين السائقين والمواطنين بسبب اضرابهم عن العمل. اهالي مركز مغاغه بالمنيا قاموا بقطع الطريق الزراعي السريع واحد الطرق الفرعيه غرب المدينه من خلال اشعال اطارات السيارات، وذلك اعتراضا على قرار حكومه السيسي برفع اسعار الوقود. معاك الفيديو؟ طب تعالوا نشوف فيديو طابور طويل من السواقين، وبعد الطابور ايه اللي حصل بينهم. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم. طيب ايه حكايه جوعتونا؟ يعني زي ما بنتكلم عن حركه الاشتراكيين الثوريين، هم عندهم للامانه يعني جزء كبير من النقاء الثوري، دشنوا حركه الكترونيه جديده اسمها جوعتونا، داعيه الجميع للمشاركه فيها بدءا من مساء اليوم، في تمام حيث دعت المشاركين الى التدوين ضد القرارات الاقتصاديه الاخيره تحت هاشتاج جوعتونا. وشددت الحركه بدعوتها ان العباره الصحيحه لجمله السيسي في حوار تلفزيوني قبل تولي الرئاسه، انا مش قادر اديك هتاكلوا مصر، يعني هي بيعدلوها له، انا مش قادر اديك لكن انا ونظامي من سلطه الثوره المضاده سوف اكل قوتكم. وعندي خبر ايضا اخر على يعني ميرفت التلاوي رئيسه المجلس القومي للمراه. يعني صراحه العالم دي يعني اللي استحيوا ماتوا وتخاف ما تختشيش، بتقول ما عندناش تحرش، واحتدت على مراسله اجنبيه سالت عن التحرش بالنساء في السجون،
وقالت لها ازاي تقولي الكلام ده، احنا ما عندناش تحرش في مؤسسه الدوله وخاصه الجيش والشرطه. جاء ذلك في فعاليات مؤتمر العنف ضد المراه والذي حضره ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومه. وفجرت التلاوي خلال المؤتمر مفاجاه من عرس ثقيل عندما طلبت بالغاء الزواج والطلاق عن طريق المأذون واستبداله بتوثيقهما في المحكمه حرصا على حقوق المراه التي تضيع بما اسمته بسهوله الطلاق اللفظي، داعيه لاعتبار اجراءات امام مأذون كأن لم تكن. انا عايز اسيب لحضرتك الجزء الاخير معتز تعلق عليه، بس انا الجزء الاولاني يهمني قوي. لا انا عايز الجزء الاولاني برضو يهمني. قول بقى انت يعني عايز تقول. عايز اقول لها الجزء النهارده ممكن ما يكونش في تحرش لكن في اغتصاب. يعني ندى اشرف لسه بنتكلم في موضوع ندى اشرف واللي اتقدمت في لسه بتحقق معاها ومقدمه بلاغ ضد ضابط مجرم اعتدى عليها واغتصب عليها اغتصاب كامل في مدرعه شرطه. عندنا فيديوهات ممكن نبعت لها على حسابها او حساب المجلس القومي للمرأة، يعني عشرات. هي مش قبل كده طردت برضو مراسلين اجانب قبل كده في مؤتمر حوالي اسبوعين لا اكتر من اسبوعين. وفي جنيف في شهر مارس طردت ايضا منسقه حركه مصريين حول العالم. ميرفت التلاوي واضح انها مش عايزه تسمع الا نفسها. ميرفت التلاوي ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يعني هي شايفه ان مفيش تحرش. تمام يا دكتوره، تمام ان شاء الله ربنا يوعدك بحاجه تتاكدي بيها تماما ان في تحرش وتشوفيها رؤيه العين ان شاء الله. وساعتها هو عماد اصلا يعني مستنكر بيقول ان الموضوع صعب، بس ربك كبير وقادر. في ناس كتيره عمي في البلد دي ان شاء الله يبقى ما بس اهدى ما يكونوش بيفرقوا ان شاء الله، وتتاكدي بنفسك من الموضوع ان شاء الله. الجواز من غير طلاق عند المأذون واستبداله بتوثيقه في المحكمة حرصا على حقوق المرأة التي تضيع بما أسمته سهولة الطلاق اللفظي. إن شاء الله يكون سواق سياحي فاخر، نفس الأتوبيس السياحي الفاخر اللي هو عدى عليه. عاجل دلوقتي جالنا خبر اختطاف عاجل محمد مجدي فتحي مدير المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من الشارع في دمنهور. الآن تم اختطاف محمد مجدي فتحي مدير المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من دمنهور. ده ما عنديش تفاصيل اكتر من كده، ولكن هو ده الخبر. الاحتياط النقدي اخباره ايه يا هيثم؟ طبعا دلوقتي مفيش حد مش هنسمع بقى صوت لميس ولا عمرو اديب ولا الكلام ده. بيتراجع الاحتياطي النقدي نزل بقى الى 16 مليار و687 مليون دولار بنهايه شهر السعيد بتاع السيس شهر يونيو. وقال البنك المركزي ان صافي الاحتياطات الدوليه وصل الى 16 مليون دولار، وكان احتياطي النقد في عام 2010 أكثر من 35 مليار دولار إلى أنه تهاوى بعد 25 يناير 2011 إلى 15 مليار دولار في 2012. ويعتبر المستوى الآمن للاحتياطي النقدي المصري 15 مليار دولار، هو أي ما يكفي لتغطية واردات 3 أشهر فقط. طب خش لي بقى على الخارجية وغزة، عشان إيه يعني؟ وبس يعني بالراحة عليها عشان الموضوع كده. اتفضل. امر غزه النهارده بعد قصف غزه الخارجيه يعني على نهج وعلى منوال الفيتو الامريكاني او الكلام الدبلوماسي الماسخ. الخارجيه المصريه تطالب الجانبين بضبط النفس. الجانبين يظبطوا النفس. الجانبين اللي هي الناس بالنسبه لغزه يموتوا ازاي؟ هل وضحت ازاي يموتوا؟ يعني عندك التفاصيل اللي هم ادانت الخارجيه المصريه سلسله الغارات التي شنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه امس، واسفرت عن مقتل واصابه العشرات من الفلسطينيين، مطالبه الجانبين بضبط النفس. وجددت رفضها الكامل وادانتها لكافه اعمال العنف التي تؤدي الى ازهاق ارواح المدنيين من الجانبين، كما تؤكد مطالبتها بضبط النفس والتوقف عن سياسه الانتقام والعقاب الجماعي. واضاف البيان استمرار تدهور وضع الراهن يحمل في طياته مخاطر الانزلاق الى حلقه مفرغه لا تنتهي من العنف. يعني وبتتكلم ايضا عن ما يفرض ولا بد كفه عن السياسات الاستفزازيه. انا مش عارف الاستفزازيه دي منين يعني. ربنا يرحم اهالينا في غزه ويثبتهم يا رب. ربنا يرحمهم ويثبتهم ويزيح الغمه ويزيح ظلمه الليل ان شاء الله عليهم وعلينا وعلى الكل. الا ان نصر الله ليس ببعيد، قريب ان شاء الله، قريب باذن الله باذن الله. عندي خبر مش عارف، مش هقدر اقوله انا لان هو صديقي العزيز، يعني ممكن تقوله انت المصادر بتاعتك. صديق استاذ معتز. معلش. توفيق عكاشه يصارع الشواتفي على كرسي محافظه الدقهليه. الاعلامي توفيق عكاشه يحاول جاهدا الوصول لمنصب المحافظ من خلال شخصيات مرموقه بالدوله طرحت اسمه معه 2 آخرين لشغل منصب المحافظ، منهم شخصيه عسكريه، وسط حاله من ترقب في شهاده محافظه الدقهليه والقلق الذي تملك اللواء عمر الشواتفي محافظ الاقليم بعد الانباء القويه عن تغييره في حلقه المحافظين المقبله.
وكانت أكبر عوائق واجهت الشواذ في مشكلته مع صحفي المحافظة والبلاغ المقدم منهم ضده لسب وقذف الصحفيين على الملأ، وطلب منه حل المشكلة لكن فشل بعد رفض مساعي الصلح، فيما خرجت تهديدات من المحافظ عدد كبير من الموظفين بنقلهم من أماكنهم لأماكن بعيدة بدعوى أنهم يفشون أسرار المحافظ وتحركاته وينقلون السلبيات للصحفيين. بس معتز، حتة إن توفيق عكاشة يمسك محافظ الدقهلية دي هيبقى فعلا يعني نكتة الموسم. لا ده هيبقى خير ان شاء الله. والدقهلية زي ما التاريخ هيكتب حاجات كتير ان شاء الله، التاريخ ما بينساش. هيكتب لكم ان محافظكم كان توفيق عكاشة، وتفضل العيال الصغيره تجري وراكم لحد يوم الدين. تزف زلهم بالطوب. حقيقه ان هيبقى موقف تاريخي ليكم، هيتكتب يعني هيتأرخ للدقهلية قبل الاعلام الكبير توفيق عكاشة وبعد الاعلام الكبير توفيق عكاشة. الوضع هيبقى يختلف. كل اللي عدى برضه حماده واللي هيجي حماده تاني يا رب. والله انا هيكون من اسعد الاخبار ان انا اصحى ان شاء الله الاقي توفيق عكاشة محافظ يعني ممكن يبارك له الحلقه الجايه. يا ريت يا ريت ان شاء الله. الضغوط العسكريه البتاع الراجل راجلهم والبلد بلدنا ومضي ابو العيله، الحكايه بسيطه ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. اختم بقى بمذكرات ربعويه، دي اخر قصه من القصص اللي عجبتني واخترتها لحضراتكم. مذكرات ربعويه في بيوت السيساويه. بتقول ايه بقى؟ النهارده كنا عازمين حماتي وحماية على الغدا ودول سيساويه وعبيد بياده اخر حاجه. ده نص كلماتها. حماتي المتصابيه مدعيه الثقافه كانت عماله تمجد في السيد الرئيس، تقصد طنطا وقراراته الاقتصاديه الحكيمه ونظرته المبعديه لامور الرعيه. ومش هو قال قبل ما ننتخبه انه راجل صعب واحنا نزلنا انتخبناه؟ يا طنط لا هو راجل ولا احنا انتخبناه، ده كذا وما انتخبناهوش. وان الشعب ده اتدلع قوي على اساس انه فطار الشعب فيه وعسل وانه محتاج راجل زي اتاتورك يربيه. قلت لها طب ما يضربنا بالطيارات يا طنط احسن وتخلصوا منا وترتاحوا. ردت عليا وهي خارجه وانا بوصلها لحد عربيتها وهي مروحه انتوا شعب عاطل وجاهل، على اساس برضو انها من سان فرانسيسكو. جريت وراها في الشارع وقلت لها لا يا طنط، السيسي هيحل مشكله البطاله ب1000 عربيه، يشغل على كل عربيه 4 من خريج الجامعات، وانا مسخسخه على روحي من الضحك والشارع كله واقف يتفرج عليا. فضلت تبرطم وهي بتركب عربيتها وغالبا بتشتم. رحت سايباها في الشارع وراجع على بيتنا متخطيه اصول الوداع للضيوف، وخصوصا انها حماتي. وبتسالكم الربعويه في بيوت السيساويه سؤال مهم جدا، تفتكروا زعلت وان شاء الله مش هتيجي عندنا تاني؟ حقيقه سؤال صعب جدا. مش عارف زعلت، مش عارف احنا هنلاقيك انت اللي في بيتكم تاني ولا لا. هيثم ابو خليل بشكرك شكرا جزيلا. لو عايز تقول كلمه اخيره. انا عايز بس يعني اقول للناس ان احنا الممارسه كاشفه، الممارسه فاضحه، فيا ريت يعني خلاص بقى الاخوان في المعتقلات والشهداء في المقابر، فالناس تبص يعني كفايه بقى تجاوزوا موضوع السهوكه والنحنحه. افهموا واسمعوا وتلقوا خطابات السيسي بعقل ومتفتح، وتجاوزوا بقى التاثير العاطفي، عشان كفايه منظرنا بقى يضحك في العالم كله. إذا غدا يوم جديد، غدا يوم ثوري جديد، في أيام بإذن الله لن تنتهي إلا كما نريد بإذن المولى عز وجل. غدا الشباب سيكتبون سطرا جديدا، سطر طويل أو قصير مش مهم. غدا سيثبت أبناء بلادي أن هذه البلاد أبدا وربي وربك لن تموت. هذه البلاد أبدا بربي وربك لن تستسلم. ستبقى مصر وسيبقى شباب مصر، وسنسترد هذه البلاد عاجلا أم آجلا. قول أمين. الله غالب. غدا موعد جديد في إرادة مصر. إلى اللقاء.